أنا لونج السلف الأعظم للقوة السحرية، بس تم الغدر بيا وتقديم نواة روحي لملك الشياطين، ولكن وعلى غير المتوقع استطعت إن أجاب روحي، بس لقيت نفسي في جسم شاب الكل بيسخر منه. محدش كان مصدق ان انا السلف الاعظم للقوة السحرية. فيا ترى بقى هعرف احكم العالم ده واندم كل المتنمرين، ولا هفشل في السيطرة على العالم ده؟ ايه بقى اللي هيحصل بالظبط يا ملك؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي. بس الاول يا ريت تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. وخلونا بقى نوصل الفيديو لأكتر من 5000 لايك. وتعالى أقولك الحكاية بدأت إزاي يا صديقي. بتبدأ حكايتنا النهاردة وبنشوف راجل عجوز في وسط الغابة، وباين عليه كده إنه بيخترق طاقة سحرية، وبنعرف إن اسمه لينجوان. بس بعد كده بقى بيجي واحد يقطع عليه عملية الاختراق، وبيقول له بص بسرعة الكارثة اللي هتنزل على دماغنا دي. فبيلاقوا بوابة اتفتحت في السماء وبينزل منها حد بقوة البرق. فبيقول العجوز ليه عدى مليون سنة عقبال ما قدرت اطلع جبل القرد اخيرا. ولما بيبص على السماء بيشوف الواد اللي وقع من البوابة، وبنلاقيه نزل على الارض وشاف بنت صغيرة بتقول له هو انت جيت الارض علشان تحضر الحفلة اللي هتتعمل في الفندق؟ فبيقول لها الولد ده حفلة ايه دي؟ فبتقول له دي حفلة عاملها مدير منغوليا الخارجية وهتكون في وادي زينج، واللي بيكون ده واحد من الاسلاف الستة. فبيتفاجئ الولد وبيقول لها ده يبقى واحد من اقوى 6 اسلاف لوادي زينج. معقولة أنا اتخطفت عن طريق شيطان فضائي؟ بس بعد كده بقى بتيجي أم البنت وبتقول لها أنت بتتكلمي مع الفقير ده ليه؟ تعالي هنا. فبيضحك وبيقول لها ده أنا لسه جاي الأرض دلوقتي. فبتبص له وهي بتبتسم وبتقول له أنا عيلتي زيهاندو وصلت للكمال العظيم في خلود الأرض، والأحسن ما نقربش من النوع الضعيف اللي زيك. بعد كده بقى بتروح تستلم الهدية بتاعة العيلة وبتدخل القصر. فبيفضل الولد اللي جه من السما ده يراقبها وبيمشي وراها وبيقول بعد ما عدى ملايين السنين ولسه مفيش حاجة اتغيرت. فبيتحول بعد كده وبيختفي في جسم محدش بيشوفه فيه، وبيقول انه اتورط مع الاسلاف الستة بعد ما الراجل العجوز كان عايز يستولي على جسمه للشيطان واتورط مع قوى الشر. بعد كده بقى بيعدي بين الحراس اللي واقفين ومحدش بيحس بيه ولا بيقدر يلمحه. ولما بيدخل القصر بيشوف بنتين جايبين بنت ومغطين وشها وبيسلموها للعجوز علشان يجوزها لواحد بالعافية. فالبنت دي بتشيل الطرحة من على وشها وبتقول انتوا اجبرتوني على الجوازة دي وانا لازم اهرب، انا مش هدمر حياتي علشانكم. فكل اللي موجودين بيضحكوا وبيتريقوا عليها مع الراجل العجوز، وهي بتفضل تعيط لما بتشوف ان مفيش مفر ومش هتعرف تهرب من الناس دي. وده بقى بيضايق بطلنا لونج، واللي بيبص لهم بغضب وبيقول ازاي ده ممكن يحصل، ومن جواه بيتمنى لو يقتل ال6 7 اللي واقفين قدامه دول. فبيقول لها لونج لو اخترت انك تكوني معايا هقدر انقذك من الناس دي. فبتقول له بجد هتقدر تنقذني؟ فبيقول لها لونج وكمان هعلمك ازاي تكوني ست حرة ومستقلة بنفسك. فالرجالة هنا بيبصوا له باستغراب وبيقولوا له انت ازاي تتجرأ انك تنتقد المدير ليه؟ ولا ازاي اصلا تعترض على كلامه؟ فبيبص لهم لونج بعيون بتطق شرار وبيقول في باله في المليون سنة اللي فاتوا فهمت اسرار كتير قوي واستحوذت على تقنية سحرية جديدة، ودلوقتي البنت دي في ايد الراجل العجوز الشرير ده، بس ماشي انا هتصرف. فبيقول للبنت انا رئيس الطائفة ولو اتبعتيني اوعدك اني هنقذك من الناس دي. فبيبص له العجوز ليه بشر وبيقول في باله شكل كده مستوى الزراعة الخالد الارض لسه في الاول، بس ازاي الواد ده بيتكلم بالغرور والتكبر ده كله؟ هو معقول ممكن يكون مخبي مستوى زراعته؟ بعد كده بقى وهم في الحفلة بنشوف العجوز ليه وواحد بيقول له ما تفتكرش ان مفيش حد في العالم السفلي، لا ده في اشخاص من عالم الجنيات مركزين معاك. فبيقول له ليه بقى عندك الجرأة انك تدخل في عالم الخيال قبل ما يبقى عندك رؤية واضحة؟ يا شيخ اتنيل على جنب شوية، انا صعودي ما كانش بالساهل ولا على الفاضي. بعد كده بقى بيظهر لونج في الحفلة وكل اللي موجودين بيتريقوا عليه. فبيقول له ليه بتريقة؟ هو لو كل تلميذ بقى قال انه قائد يبقى نص الخالدين اللي في الارض شوية تلاميذ بقى جنبك. فبيفضل كل اللي في الحفلة يضحكوا عليه. بعد كده بقى بتيجي البنت اللي اسمها تيان وبتقول له بص انا مقدرة لطفك معايا بس مفيش داعي انك تمثل قدامهم. فبيبص لها لونج وبيقول لها انا مش عايزك تخافي وصدقيني انا فعلا رئيس طائفة. والحد هنا بقى بيكون ليه جاب اخره وبيطلع نار من كتر الغضب. فبيزعله وبيقول له هو انت هتلعب معايا ولا ايه؟ ولا شكلك كده اتجننت؟
فبنلاقي العجوز ظهر طاقة برقية وبيوجهها في وش لونج، بس فجأة وقبل ما تصيبه كانت تيان رمت نفسها قدامه والضربة جت فيها هي. فبيمسكها لونج وبيقول لها هو انت مجنونة ليه عملت كده؟ فبتقول له وهي بتنزف علشان السيد ليه حس بالإهانة بسببي، ولو حد هيشيل التمن يبقى الشخص ده أنا مش انت. فبيبص لها لونج وبيضحك وبيقول لها ما تقلقيش انت مش هتموتي. فبيحط ايده على مكان الجرح اللي بينزف، فبنشوف طاقة ضوء قوية بتظهر كده على ايده، وفجأة بقى بنشوف تيان جسمها كله بيتفاعل مع الطاقة دي لحد ما بتخرج من عينيها وبيكون فيها قوة كبيرة، وبعدها بترجع أحسن من الأول. وده بقى وسط ذهول العجوز ليه، واللي مش مصدق ان هي رجعت صحيت من تاني عن طريق قوة سلالة الدم، وبقت كمان بالقوة دي. فبيقول له لونج اتفرج براحتك ومتع عينك علشان تبقى تصدق وتعرف تتريق عليا كويس، وده من غير ال10 أجيال اللي انت تعرفهم خالص، دي بقى طاقة روحية من السماء والأرض. فبيتعصب ليه وبيقول له احنا كنا 10 عائلات من ملايين السنين، ازاي بقى واحد فقير وضعيف زيك يكون عنده القدرة انه يتقارن بينا؟ انت ما تجيش حاجة جنب تلاميذ الاسلاف العظيمة. بس بيتفاجئ بقى ليه لما بيبص على تيام بعد ما استمدت القوة كلها جوه جسمها وخرجت طاقتها على شكل نسر كبير واللي بيتشكل بين ايديها، وده بقى بيخليه واقف مصدوم، وإن هي امتلكت سلالة الطائر الأزرق، وده بقى بيخلي الطمع يبان في عين ليه. فهو بيقول لها خلاص أنا من النهاردة هكون مخلص ليكي ومش هعملك مشاكل تاني. فبتبصله تيان وهي طايرة وبتقول له قد إيه أنت واحد واطي وكذاب، ومن دلوقتي أنا ليا اسم تناديني بيه ومش هسمح لك أنت تناديني زي بقية الناس. فبيبص لها لونج بكل فخر وبيقول تستاهلي فعلا تكوني تلمستي، تعالي بقى وانا هعلمك ازاي تفهمي طاقتك الروحيه وازاي تتعاملي معاها بالظبط. بعد كده بقى بيوريها لونج على السبوره وبيشرح، وهي بتكون متفاجئه وبتقول في بالها هو جاب المعدات دي كلها منين؟ ده شكله هيطلع رئيس طائفه بجد ولا ايه؟ فبيقول لها لونج غمضي عينك وحسي بالقوة الروحية اللي جواكي وخدي نفس عميق. فبتعمل زي ما بيقول لها بالظبط، فبتقول له لا لسه مفيش حاجة. فبيحط ايده على كتفها وبيقول لها ما تخافيش مش مشكلة. فبتقول له تيان استنى كده شكلي حسيت بيها. فبتخرج منها الطاقة الزرقاء، فبتقول له هي دي طاقتي صح؟ فلونج بيتحمس وبيقول لها ايوه كده اسمعي بقى كلامي، وبيديها اوامر علشان طاقتها تلف حوالين المكان كله، وهي بقى بتكون مبسوطة لان هي قدرت تفهم الاوامر بتاعته الفوضوية دي، وبتقول انا فعلا استهترت بيه وما توقعتش كل القوة اللي عنده دي خالص. بعد كده بقى لونج بيكون مبسوط بيها وبيلاقي ان الطاقة بتخرج منها بشكل عمودي وبتخترق البيت من كتر القوة، وبيتفاجئ بقى بمهاراتها الخارجية واللي بتوصل للسما وبتلف في شكل برق، وبعدها بقى بتسحبهم جواها وبتجيبهم لمكان غريب. فلونج بيقول ايه المكان ده؟ استني كده، وبيبدأ يبص حواليه. فبتقول له تيان وهي بتعيط انا لسه ما عنديش مهارة القتال. فبيقول لها ما تخافيش اسمعي بس كلامي وانا هعلمك كل حاجة، ودلوقتي لازم تعرفي ان انت تقدري توجهي القنابل لجسم العدو بشكل مباشر. فبتبص له تيام باعجاب وبتقول في بالها انا لسه مش حاسه بالثقه جوايا، بس من اول ما شفته وهو شقلب حياتي كلها، واكيد لو فضلت معاه هكون محظوظه جدا. بعد كده بقى بتسمع تيان صوت وبتقول له ده تقريبا جاي من المنطقه المحرمه، بس ايه الصوت المقرف ده؟ انا حاسه انه مألوف ليا، دي اكيد المنطقه المحرمه بتاعت ليه اللي خد فيها ابويا وضحى بيه. فبيستغرب لونج وبيقول منطقه ليه المحرمه دي في العصور القديمه كانوا مسميينها الجناح، ولما معرفش يظبط الدنيا في الاخر جه لهنا. فبيقول لها لونج يبقى يلا بينا علشان نمشي في طريق الانتقام وناخد اول خطوه فيه. وبعد كده بقى بيظهر لهم شيطان اسود مفترس وبيكون بياكل عظم بني ادم في بقه. فتيام بتقول للونج انا ابويا ضحوا بيه في المكان ده، تفتكر اللي في بقه ده ممكن يكون عظم ابويا؟ انا لازم اقتله. فبيقول لها لونج ما تتسرعيش خالص وانت بتستخدمي الموهبه اللي عندك، هنعد 1 2 3 ونتنقل من المكان ده واحنا مختفيين. وبالفعل بيعملوا كده وبعدها بيتنقلوا. بعد كده بقى بيديها لونج السيف، فبتقول له بس السيف ده مكسور هستخدمه ازاي؟ فبيقول لها اسمعي مني بس وما تراجعيش، انا اللي بعلمك وانت تلمستي وانا عارف بعمل ايه كويس، وخلينا بقى نستخدم الوميض الازرق في ارض الخيال مره تانية. بعد كده بقى بيختفوا جوه الوميض وبيظهروا ورا الشيطان. فتيان بقى ساعتها بتمسك السيف وبتغرزه في راس الشيطان،
يا بنت اللعيبة. بس فجأة بقى بيتبخر شكل الشيطان وبيظهر أبوها بس وهو جواه الروح الشريرة، ولما تيان بتشوفه بتتفاجئ وبتعيط وهو بيقرب منها بشكل مرعب، فبتوجه له السيف في وشه وبتقول له لا انت مش ابويا، فبيقول لها انت مش عارفاني انا ابوكي. بس لونج بيجي وراها وبيقول لها اوعي تضعفي، ما تصدقيش منه اي كلمه، ده شيطان بيتلون عليكي وعايز يضحك عليكي، لازم تواجهيه وتتحكمي في ضعفك، لازم تقتليه علشان ده اللي بعته ليه. فبتتجدد نظره العزيمه في عينيها من تاني وبتمسك السيف وبتقول له ايوه انت شيطان ملعون. فبيبص لها الشيطان اللي في شكل ابوها وبيقول لها انا كنت بفكر اقتلك بطريقه حلوه بس شكلك كده هتخليها طريقه وحشه. بعد كده بقى بنلاقي لونج اتلف حواليه الوميض الازرق وكتفه، فعلى طول بيقول دي المجموعه بتاعت ليه الباقيه في الجناح، ولكن لونج بيقدر يفك نفسه وبيعدله من خلال بوابه بتتفتح من العدم، وده بقى بيفاجئ الروح الشريره اللي في جسم ابوها وبيقول له انت خرجت ازاي؟ فبيقول له دي اساليب انا متعلمها ما تحطش في بالك انت. فبيقول له انت واحد مغرور وانا هكسر لك غرورك ده. بعد كده بقى بيطلع منه طاقات شريره ناحيه لونج، ومن ناحيه تانية لونج بيوجه له الوميض الازرق والطاقتين بيتصدموا ببعض، بس طاقة لونج بتقدر تتغلب عليها، وده بقى بيخلي الروح الشريرة تتصدم وبيقول له انت ازاي تعرف التشكيل ده وازاي قدرت تفكه اساسا؟ انا دخلت الجناح كله وعندي علم لكل الطاقات اللي فيه، بس يمكن كده بس علشان انت المختار. وبعد كده بقى بيبدأ يشكل كورة بلون الدم حواليه، فلونج بيقول مستحيل طائفة الدم تكون لسه عايشة لحد دلوقتي، فبيقرب من الكورة اللي جواها الروح الشريرة وبيستخدم الوميض الازرق فبيفصل كورة الدم. بعد كده بقى بيضربوا بوكس بيطيره في الحيطة وبيروح يدوس عليه برجله وبيقول له استنى بس خد نصيبك، وبيمسكوا يرنوا العلقة التمام وبيديله 100 بوكس في وشه وبيعلقوا من هدومه وبيقول له استنى بقى نشوف تلمستي بتعمل ايه. فبيبص على تيان فبيلاقيها بتحضر التقنيات وبتتطور منها على جسم واحدة تانية. بعد كده بقى بنعرف لما البنت بتفوق وبتحكي لها وبتقول لها أنا الحجر الروحي بتاعي كان مطفي من آلاف السنين وما توقعتش إني أرجع مرة تانية. فتيان بتقول لها هو أنت من جناحكوا ينزه؟ فبتقول لها أنا بنته وده مكان مدفني، وبتقول لها أنا أعرف اسمك وحابة أنقلك كل مهاراتي وتقنياتي. وبعد كده بقى وفجأة بتدخل جوه جسم تيان وبتظهر علامة كده على دماغها وبتمسك السيف وبتحس بالقوة اللي دخلت جواها. وبعد كده بقى لونج بيتفاجئ بيها لما بتيجي عنده وبتقف في وش الروح الشريرة، فبيسألها لونج على السيف اللي معاها والعلامة اللي على راسها، فبتحكي له كل اللي حصل معاها وإن ده بسبب تقنيات كنزة اللي اخترقتها. وبتبص بعدها للوحش وبتقول له انت اللي زيك ما ينفعش يكون موجود في العالم بتاعنا. بس الوحش بينط عليها بسرعة الصاروخ، ولكن تيان بتوقفه بمهارات كنزة وبتواجهه بيها جامد قوي. وبعد كده بقى بتفضل تلف حواليه لحد ما فجأة بتطعنه بالسيف في بطنه. لا ومش بس كده، دي كمان بتوجه له الوميض الازرق علشان تاكل روحه. فبنلاقي بقى جسمه بينهار ووميض البرق بينتشر في جسمه وبيطهر روحه الشريرة. بعد كده بقى بيظهر ابوها الحقيقي وبيقول لها انا مبسوط بيكي قوي يا تيان. فبتتصدم بقى لما بتشوف ان ده ابوها بجد، وقبل ما يقع بيقول لها اشتغلي على نفسك وما تستسلميش خالص. فبتعيط تيان وبتقول انا لازم اقتل ليه على اللي عمله في ابويا. بعد كده بقى بنشوف ان لونج اترقت قوته السحريه وظهرت كده دوامات من وميض الرعد الاصفر حواليه، وفجاه بقى بيدخل لهم من البوابه راجل ضخم جدا. فتيان بتقول للونج تفتكر ان انا هعرف اواجه الطور ده؟ انت اكيد متوقع اني هخسر قصاده ومش هنعرف حتى نهرب منه. فبيقول لها لونج هو مستوى زراعتك ما وصلش لسه للعالم السماوي، واكيد الفرق في مستوى الزراعه كبير. فتيان بتوطي راسها وبتقول له يعني كده هتكون نهايه الانتقام لابويا في الاخر؟ فبيقول لها لونج بس في كل الاحوال برضه الفوز مش صعب. هو ليه ما ترددش انه يستخدم لحمه ودمه علشان يخلي الشياطين محبوسه لالاف السنين، وده من ضمن خطته. فبتقول له تيان معنى كده بقى ان اكيد في تشكيل هنا. وبعد كده بقى وفجأة بيظهر التشكيل فعلا وبتتشكل تحتهم دايرة. فبيقول لها لونج وده بيعني ان من ضمن الجناح والعالمين للكبار لينا فرصة علشان نخلص على ليه. وبعد كده بقى وفجأة بينزل لهم ليه بشكل سحري وبيكون معاه الراجل الضخم ومجموعة تانية من الحراس.
فبيقول له انت ليه مش عايز تفهم ترقيتي وازاي تدخل المنطقه المحظوره بتاعت عائله لي. فبيبص لتيان وبيقول لها وانت استحوذتي على ميراث الجناح لكنزه؟ فبتقول له انا معرفش اساسا انت بتتكلم عن ايه. فلي بيرفع ايده وبقوته السحريه بيجيبها لعنده وبيمسك رقبتها وبيقول لها بشر ازاي بقى؟ ده انا كنت مستني اللحظه دي من سنين كتير قوي لعائله لي، واخيرا الحلم بقى حقيقه. والمعلم بقى بيضحك بشر وبيمسك ايديها وبيقول لها انا هطلق الست العجوزه اللي في البيت لما ارجع وهتجوزك انتي علشان تخلفي لي وريثي الوحيد في المستقبل. اما بقى لونج بيقول لها يا تلمستي انت عارفه مدى قوتك دلوقتي، ده غير بقى ان دعمي كله معاكي حتى لو السماء اتشقت. وبعد كده بقى بيروح لونج ليه وبيقول له كده بسماجه انت عارف ان المعلم بتاعها هو ما سالتنيش عن مهرها، يعني هو تلاميذي هيتجوزوا من عائله ليه بالسهل كده؟ وعلشان كده كمان انت المفروض تقول لي يا زعيم. فهو بيتعصب ليه وبيقول له انت شكلك اتجننت، وبيروح علشان يهجم عليه بس تيان بتعمل عليه الحمايه فهجومه ما بيأثرش عليه خالص. بعد كده بقى ليه بيبص لها بغضب اعمى وبيقول لها يا حقيره ازاي تتجرأي وتقاومي سيدك؟ فبتفضل تيان تهاجمه والراجل الضخم بيدي من طاقته ليه علشان قوته تكبر ويصد كل هجماتها، ولكن هي بتبص له بشر وبتقول الفرصه دي ممكن ما تجيليش تاني، لازم انتقم منك يا عجوز. بعد كده بقى بيخرج الوميض الازرق على شكل طائر منها بشكل مهيب، وده بقى وسط صدمه ليه. فبيبص لها بشر وبيقول انا لازم اخد منك ميراث جناح كنزه اللي بقى جواكي. والاتنين بينطوا علشان يهجموا على بعض بقوتهم السحريه، ولونج طبعا بيدعمها وبيشوش ليه علشان يضعف قوته. وفي لحظه واحده بس تيان كانت اخترقت جسم ليه بتخترقه بالسيف بكل قوتها. فبيقول لونج يا اخي غلبتنا عقبال ما خلصنا منك. فبتروح له تيان وبتقول له انا مش مصدقه اني قدرت اعمل كده، مش مصدقه اني خلصت عليه. وبنشوف ليه واقع بين رجالته واللي مش عارفين يلحقوه ازاي قبل ما يموت، بس فجاه بقى بيسحب ليه روحهم لجوه وبيقوم تاني بشكل شيطاني اقوى من الاول بكتير. وبيقول لهم ايه فاكرين انكم هتتخلصوا مني بالسهوله دي؟ انت عبيطه انت واللي معاكي. فبنلاقي تيان اغمى عليها والمعلم لونج شايلها وبيقول له انت مجرد واحد خرج من وادي منج ملوش اي لازمه. فبيسحب من جواه الشيطان الضخم وبيكون مصدوم وبيقول له انت مين وازاي بتقدر تسحب كل الطاقات اللي موجوده في الفضاء؟ فبيبص له لونج بعيون بتطق شر وبيقول له دول مجرد اسلاف وادي منج، وانت ما تستاهلش اي حاجه غير انك تنحني قدامي. وفي لحظه بقى بنلاقي ليه قوه لونج اخترقت كل حته في جسمه وبتفجره كله. بعد كده بقى بنشوف لونج واخد تيان في عربيه، وساعتها بقى بيطلع كره التنين في ايده وبيبص لها شويه. بعدها بقى بتصحى تيان وبتفوق وبتقول له انا قتلت المدير ليه؟ فبيقول لها ايوه صح، وكمان اخترقتي عالمين من عوالم الجنيات الارضيه. فبتقول له طب احنا رايحين فين دلوقتي؟ فبيقول لها دلوقتي احنا رايحين لمدينه الرمل. بعد كده بقى بيديها رمز اليوم بتاع العالم السري البوبو. فبتقول له انا سمعت ان المدخل السري المره دي مدينه جيشنا. فبيقول لها لونج انا كمان سالت وعرفت ان الممر البري هيكون احتفال نانجينج. بعد كده بقى وهم في الطريق بتقابلهم بنت وبتروح عند الحمار اللي بيجر العربية وبتبقى معجبة جدا بيه وأول مرة تشوفه وبتسلم عليهم. وبعد كده بقى لونج بيعمل معاها صفقة وبيشتري منها كل الأكل اللي معاها، بس تيان بقى بتكون معجبة بالكتب اللي معاها وعاوزة تشتري كتابين. فبتاخدهم البنت منها وبتقول لها دي سرقة على فكرة علشان دول مش للبيع. فبيشوف لونج الوردة الإمبراطورية في إيديها وبيقول لها وريها لي كده، ده كنز حقيقي. وبتكون البنت مش عاوزة تبيع زهرة اللوتس الأسطورية وده علشان تمنها غالي جدا، وهي خسرت كل الفلوس اللي معاها وهي كانت رايحة نفس المدينة اللي هم رايحينها. فلما بيعرف لونج بيقول لها احنا كمان رايحين لمدينة ساندز، دي صدفة بقى ان احنا رايحين لنفس المدينة. فبتمسك البنت في رجله وبتتحايل عليه علشان ياخدها معاه، وتيان بقى بتفضل تشدها وبتقول لها ابعدي عن السيد بتاعي. فبيقول لها لونج بابتسامة خلاص هاخدك معانا بس الاول قولي انك هتديني الفلوس. فبتقول له بس كده ده امرها سهل، المهم انا اسمي جينيور. فهما الاتنين بيستغربوا من الاسم، بس بعد كده بقى وهم في الطريق وراكبين العربية مع لونج بنلاقي جينيور بتسأل تيان عن الرسمة اللي في دماغها.
فبتقول لها دي حاجة اسمها تيانكسو. فجينيور بتقول لها هو ايه ده، وبتفضل طول الطريق توجع دماغها لحد ما بيوصلوا بقى لمدينة ساندز. وفي مكان تاني بنشوف بنت بتخرج من الحمام فجأة لما بتحس ان في حد، وبتقول لما بتشوفه قدرت تخفي عني الحجر العظيم وتوصل لأعماق القصر تحت الأرض. وبتقوم تديله بوكس في مناخيره، والشخص ده بيطلع لونج. فبيقولوا هو مبهور، ده المتوقع من امبراطورة الذئب الدائري، لازم تكتشفني. فبتفتكر الامبراطورة انه جاي علشان يخلص عليها، وبتاخد حذرها منه علشان تواجهه. بس المعلم بقى بيبص لها بحب، وشايف ان هي تستاهل المكانة اللي هي فيها، وبيكون نفسه يكون جنبها في يوم من الايام. فبتستغرب، وبعدها بيمشي وبيسيب آثار ورد حواليه. فبتمسك الإمبراطورة نافيلا زهرة اللوتس اللي سابها لها، وبتتفاجئ لما بتعرف إن هي كنز من الكنوز الأسطورية. بعد كده بقى لونج بيروح لجينيور وهي قاعدة في الغابة، وبيقول لها أنا رحت لمدينة ساندز. فبتقول له مش بس كده، دي كمان طلعت بنت جميلة قوي. فبيقول لها أنت كمان عارفة أنا هقابل مين؟ فبتقول له أنا أعرف كل حاجة عملتها، وما تنساش إني عالمة وبقرأ كتير قوي. فبيقول لها يعني أنت هوايتك القراءة؟ فبتقول له وانا بقدر اقول لك هوايتك ايه، انت عالم تنين من آلاف السنين. وعايز اقول لك بقى انا كمان من فصيلة التنين الابيض، هو كده بقى انت تبقى سلفي العزيز. فبتوطي جينيور تحت رجليه، وبتقول له انا عاوزك تعلمني، وعايز ابقى تلميذة ليك واخد من خبرتك العظيمة. فبيقول لها لونج وانا هقبلك تلميذة عندي. وبيستخدم التقنية بتاعته للاستكشاف عنها، وساعتها بقى عينه بيخرج منها وميض سحري. فبيظهر في الرؤية عنده ان هي عندها شجاعة كبيرة وقدرة كبيرة تخليها عضو في جمعية كونكان كمان. فبيقومها وبيقول لها انت عاوزة تتعلمي المهارات، بس الموضوع معقد شوية ومحتاجة ادرسه الاول. فبتطب عليهم تيان وهي متعصبة، وبتقول له انا دورت عليك وما لقيتكش في اي مكان، وانتوا الاتنين قاعدين هنا بقى. فبتقول لها جينيور ان لونج اعتبرها تلميذة عنده وبقى معلمها هو كمان. وبتقول لها من دلوقتي هبقى اختك الصغيرة. وهنا بقى لونج بيقول اشحنوا البطاريات وحاولوا تناموا وترتاحوا، علشان بكره هنروح لمدينة ساندز ونخلي كل الناس تشوفنا واحنا بنوصل للسماء. بعد كده بقى وتاني يوم لما بيوصلوا المدينة بتكون جينيور مبهورة بجمالها، وان هي طلعت احلى ما قرأت عنها في الكتب. وبنشوف اهل المدينة بيرحبوا بيهم جدا، وبيعرضوا على لونج الاكل من المزارع وحاجات كتير علشان يشتروها منهم، وبيقولوا لهم اهلا بيكوا في ارض مالك الذهب. وتيان بتقول له وانت بقى معاك فلوس علشان تشتري كل ده؟ بس بعد ما بيخلصوا بيروحوا يقابلوا أميرة المدينة، واللي بتدي لونج دعوة وبتقول له أنا بدعي خالد الأرض على مزاد أرض الغموض المشهورة. فبياخد منها لونج الدعوة، وبيقول لها ده اللي أنا كنت مستنيه، أنا بالليل هروح علشان أشتري الحاجات اللي هاخدها معايا للعالم السري. فالبنتين بيفرحوا جدا وبيروحوا معاه علشان يشتروا الحاجات اللي عاوزينها، وبيكونوا بقى مبهورين من المكان ومن كل حاجة موجودة فيه. فبيلاقوا اتنين في المكان بيعرفوا جينيور كويس، وان هي من عائلة التنين الابيض، وان هم اتطردوا من قصر الشياطين قبل كده. فبيقول لهم لونج انه زعيم طائفة تيانشون، وان لو حصل معاهم اي حاجة يقدروا يرجعوا له هو. بس هم بقى بيتريقوا عليه وبيقولوا له انت تطلع ايه في طائفة تيانشون انت، وبيفضلوا يضحكوا وبيتريقوا عليه وبيقولوا له احنا عمرنا ما سمعنا عنها اساسا. فتيان وجينيور بيتضايقوا لان هم عمالين يتريقوا على الطائفة اللي زعيمها لونج، ودي بقى حاجة طبعا بتفرح لونج لما بيلاقي ان في حد بيدافع عنه. بس الشابين دول بقى بيزودوها وبيقولوا له ازاي بس واحد ضعيف زيك يبقى سيد وزعيم. فبتغضب جينيور لما بتسمعهم بيقولوا كده، وبنلاقيها بقى بتستخدم قوتها وبتديهم بوكس واحد هما الاتنين بتخليهم يعملوا شقلباظات. ولونج بقى بيظهر له شاشة النظام، واللي بتقول له انه حصل على 3 نقاط وتم تفعيل وضع القدر. فبيقول بقى في باله يعني بعد ما سافرت عبر ملايين السنين وبقيت امبراطور اعرف دلوقتي ان في نظام اساسا، وبيفضل بقى يتعرف على البيانات اللي فيه وهيمشي ازاي عليه. وبنشوف بعد كده بقى الشابين دول بيعيطوا وبيقولوا له سامحنا وخدنا معاك واحنا هنبقى تحت رجليك. وبعد كده بقى بتيجي واحدة اسمها تشاوير، واللي بتقول لهم ان هي ورثت تقنية التياكنوسو من العصور القديمة، وبالتحديد من اللي كان زعيم الدو الخالد في التياكنوسو. وبتحكي لهم ان هي اكتشفت ده من وهي صغيرة، وبتقول لونج ان في الاخر دي كلها عبارة عن طوائف انتقلت من العصور القديمة. فبيقول لها لونج انا معرفش الكلام ده، وان كل اللي اعرفه ان طائفة تياكنوسو دي هي طائفتي انا. فبتقرب تشاور منه وبتقول
ده ما انبهرش بجمالي خالص وكمان مش بيتكلم كتير، ده اكيد الزعيم المخفي اللي جه من بوابة الاختيار السماوية القديمة. هوبا باين عليها كده كشفته يا جدعان. بعدها بقى بتقول له ممكن تتفضل تقعد ترتاح، وكل حاجة هتشتريها النهاردة من هنا اعتبر حقها مدفوع مقدما. فبيقول لها لونج انت جنية قلبها طيب بجد. بعد كده بقى بنشوف تيان بتقول له احنا مسميين نفسنا تياكنوسو وعدينا كتير من النتيجة النهائية الامبراطورية، ودلوقتي الموضوع متعلق بأرض الخيال، بس هيحصل ايه يعني لو امرنا اتكشف؟ فبيقول لها ومين اللي هيكشفنا؟ انا ما بتكلمش حتى بشكل مباشر، وانت تلميذة شاطرة وكمان يا بنت المحظوظة خدت الميراث القديم. فبتقول له تيان يا عم ده كان ميراث جناح كنزة. بعدها بقى لونج بيكون قاعد مع تشاوير، بس بتيجي تيان وبتنادي عليه وبتقول له ان المزاد بدأ، والمعلم لونج بيكون عاوز يشتري حاجات كتير جدا منه. فبنشوف الناس اللي في المزاد لما بيفتح وان هم عاوزين يشتروا حاجات معينة، بس بيتفاجئوا بقى لما بيعرفوا ان كل حاجة لونج اشتراها باسم طائفة تياكنوسو. بعد كده بقى بيشوف لونج وتلاميذه وبنت محبوسة في قفص والمفروض هتتباع في المزاد، فبيستغرب ان في مزاد بيتاجروا فيه بالبشر، وشاف ان البنت دي مزروع جواها بذرة شيطاني، فبيفهم ان ده تكرار لما ارض الخيال القديمة وقعت، وده بقى بيخليه يغضب جدا وبيقرر انه يعكها على الكل. بعد كده بقى بنكمل مع المعلم لونج اللي مقضيها مع ملكة الجمال اللي جنبه وسايب البنات لوحديهم في مصيبة. وساعتها بقى البت بتقول له هو انت لسه عاوز تشتري البت بتاعت المزاد دي؟ فقال لها طبعا طالما حاجة عجبتني يبقى لازم احصل عليها. بنرجع بقى لتيانو والبنات تاني واللي بيكونوا حاطين ايدهم على دماغهم ومش عارفين يعملوا حاجة قدام الواد ده، فبيقول لهم ايه بالعقل كده جبتوا اخركم، ده احنا لسه بنبدأ. فتيان بقى في الوقت ده بتحاول تتحرك يمكن تلحق تعمل اي حاجة، بس برضه بدون فايدة، ما بتقدرش تتحرك اساسا. وانت كده طبعا فاكر ان هم خلاص هيموتوا وان دي النهاية، ولكن لا، هقولها لك بقى وبأعلى صوت ابدا والله. فجأة بوم هجوم ناري بينسف المكان. ايوه هو ده لونج وصل يا جدعان، وبيقول له انت بقى استفردت بأتباعي التلاتة وكمان عايز تخلص عليهم في غيابي؟ ده انا هكسر دماغك يالا. وساعتها بقى البنات في الوقت ده بيطمنوا وبيحسوا بالامان، ولونج بيبص وراه كده فبيلاقي مياو جايبه رجالتها وشكلها كده هي اللي ورا كل حاجه. فالواد بيقول لها انت رهن الاعتقال يا هانم، احنا ماسكينك متلبسها. بس ساعتها بقى البت بتضحك له وبتقول له لما يكون عندك دليل يبقى تعالى يا بابا، انا لسه عامله كام صفقه نار واكيد مش هسمح لواحد زيك يقبض عليا قبل ما اصرف الفلوس واتبسط واروق نفسي كده. فلونج بقى بيقول انا كنت سايبها في وهم من صنعي، هي ازاي هربت وجات لي هنا؟ واتضح بقى انه قبل شويه يا صديقي لما مياو حاولت تقرب منه وتغويه هو مثل بقى انه بيحبها وخلاها تطمن له الاول، وبعدها غدر بيها وغفلها ورمى عليها تعويذه وهم من المستوى الرابع. وبعدين بقى المعلم لبس القناع وجه لهنا، وساعتها برضه كانت تيان والبت الشقره بيتكلموا عن السيد لونج، والبت بتقول لها تفتكري ان لونج وقع في حب الشيطانه دي بجد؟ فتيان قالت لها لا اكيد مش كده، انا بقالي مع لونج فتره كويسه جدا ومتاكده انه بني ادم كويس ومحترم واكيد مش هيقع في فخ مياو الثعلبه دي. بس المهم بقى بيقطع كلامهم ده صوت واحده من البنات بتصوت، وده لان في شبح بيحاول يعتدي عليها كتكنيله من كتر جمالك يعني، ما علينا. وساعتها بقى تيان بتجهز عليها بضربه واحده بس والشبح بيختفي، والبت بعدها بقى بتعرفهم عن نفسها وان اسمها هو اير، وبتعرفهم بعد كده ان هي مطاردة من واحد شرير علشان رفضت تتجوزه، وبتقول لهم يلا نهرب بسرعة من هنا يلا قبل ما اي حد من اتباعه يجي ورانا. فالبنات فعلا بتصدق كلامها وبيخرجوا من البيت، بس هو بقى كان مستنيهم وبيقول لها ايه فاكرة انك هتهربي مني؟ انا ضربت جدك ضربة واحدة بس والراجل ما استحملش ضربة تانية، ويا عيني لفظ اخر انفاسه، ودلوقتي طبعا ما ينفعش اسيبك، اتجوزيني يا اير. ما تفتكريش ان اي حد هيقدر ينقذك من ايدي، حتى لو امبراطور البلاد جيب نفسه علشان ينقذك محدش هيقدر عليا. وبالفعل المعلم بيستخدم قوته والبنات بتتألم، بيهجم هجوم ذهني ممنهج على عقولهم وبيحاول يسيطر عليهم كليا، بس غلبان قوي الواد ده صديقي. وبعد كده بقى قائد الفرسان بيطلب من مياو تستسلم بدل ما يستخدم معاها العنف، بس ساعتها بقى بتقتل تلميذة لونج بسهم واللي بتضربه في صدرها الشمال. بس بعد كده بقى لونج بيدي الأوامر للبت التانية وبتهاجم مياو بكل شراسة. البت بتبعد هنا كده، واللي ساعتها بقى بتقول له ابعد من هنا أحسن لك،
انا مش ناوي اتقاتل معاك، فعل كده وخد اتباعك دول وخليها تعدي على خير وامشي من هنا. بس لونج طبعا ما بيسمعش الكلام ده، وبيخلي البنت اللي اتصابت بس تهاجمها، وبتعمل نفسها هتهاجم من قدام الاول، وبهجوم خلفي بتجيب البت على الارض. بالسهولة دي؟ ايوه بالسهولة دي. وساعتها بقى مياو بتستسلم، والحارس بيقبض عليها بكل فخر، وقال يعني انت اللي عملت الانجاز يا ابن وبعد كده بقى بيشكر لونج على المساعده. وبعدها بقى الواد بيطلع له الحجر المضيء ده، واللي ساعتها فعلا كان متفاجئ بيه، وقال له هو ايه ده؟ فقال له اديها للامبراطور انت بس، هو اول ما يشوفها هيفهم لوحده. فالراجل قال له تمام يا عم ماشي، وشكرا على اللي عملته كمان مره. وبعد كده بقى بيشوف الرساله اللي في ايديه، وساعتها بقى بيدرك ان الواد ده اكيد مش طبيعي، لا والا ما كانش اخد رساله التوصيه دي. الراجل ده ممكن يكون بنفس قوه الألف سيف. وبعد كده بقى بيمشي من المكان، وبعدها البت اللي انقذوها بتحن ليهم، وبتحس بالامتنان على اللي عملوا علشانها، وبتطلب من لونج يعطف عليها ويقبلها كتلميذه مبتدئه عنده. بس هو طبعا ضحك في نفسه وقال اعتقد انك بتملكين المهارات بالفعل، يعني بيقبلها بشياكه. بعد كده بقى بينتقل لإنيا، وبيعاتب بيتي علشان اتصابت بسهم في المعركة وكانت هتموت لولا انه عالجها. فقالت له خلاص يا عم انا اسفة، واوعدك اني هتدرب وهقدر احمي نفسي بعد كده، ما تقلقش. والواد بيساعدها وبيديها الحجر ده، وبيقول لها استخدميه علشان تعززي من سحرك الناري المنخفض. فالبت بتقول له انا ما اقدرش اقبل منك هديه قيمه زي دي، لو استخدمتها فانت هتفقد جزء كبير من ثروتك وممكن تهزي بحياتك. فالواد بيقول لها لا يا بت عادي، مش هيحصل لي اي حاجه، انا ما بقدرش استخدم كرات التعزيز اساسا. بعد كده بقى بيتي بتبدا تمتص طاقه الحجر، والقوه بيزداد توهجها اكتر. وساعتها بقى بتقول ده فيها احد تقنيات سلاله الدم. فقال لها كويس، زي اختك الكبيره تيان، اهو تبقوا تتمرنوا سوا يعني. والنظام بعد كده بقى بيكلمه وبيبارك له، وبيقول له تلمستك النجيبه اخترقت مستوى جديد، وشكلها كده هتولع الدنيا قريب، وتقدر انت كمان تستعين من طاقتها الروحيه علشان تطور من مستواك. ولونج فعلا بيجرب وقوته بتزداد، والدنيا اخر حلاوه. وبيجرب عليها بقى قدراته الجديده، وبيقول للنظام انت عارف انا لو صرفت جنيه واحد على الفاضي هطلع عينك. فقال له لا يا اسطى ما تقلقش، هي المفروض دلوقتي تستقبل القدرات الاستنتاجيه بكل سهوله، والقدره دي هتكون فعاله ضد اغلب الخصوم، فانت بقى هتعرف تقرأ افكاره وتستنتج تحركاته. فبيسكت شوية كده، وبعدها بقى بيقول له العملية فشلت وخسرت كل فلوسك. فالواد بقى بيتصاب بخيبة الامل، واللي هو مش قلت لك عض قلبي ولا تعض رغيفي. وساعتها بقى النظام كان مستغرب من بخله، ما علينا يعني. بس وبعد شوية وقت بنشوف تيام بتتكلم مع لونج، وبتعرفوا ان الجنرالة وقفت في طريقهم، وهو طبعا بيتضايق جامد في الاول، بس بعدها بيتكلم بكل ثقة وبيقول لها خلاص انا هتصرف، ما تشغليش بالك انت خالص، ده انا هروح اعلم عليه في ارضه، اتقالي بس. وبالفعل بياخدهم وبيوصلوا على بوابة الشياطين نفسها. وساعتها بقى بيشوف هناك بنت بتعيط، وده علشان قلادة اليشم بتاعتها باظت. وبعد كده بقى بيروح لونج على مياو اللي تقريبا كده اطلقوا سراحها، بس ليه معرفش والله. بيطلع لها بقى قلادة اليشم بتاعته، والبنت كانت فاكراها وهم، وبتقول له ايه فاكرني هتخدع مرتين؟ مش نفس الحيلة دي استخدمتها عليا امبارح. بعد كده بقى بيتدخل الواد ده وبيكلمه بتكبر، وبيقول له انت بأي حق جاي لهنا؟ لعلمك اساسا المكان ده محظور على الناس اللي بمستوى قوتك الحالي. فالصراحة يا صديقي لونج مع انه بيبان جامد فعلا، بس مستواه لسه قليل نظريا. والكواحيل دول بقى بيستهزئوا بيه، بس بيقول انا هحط عليكم وهوريكم انا مين. وساعتها بقى مياو بتقول لمساعدها انا من الصبح بتشمس هنا، اشتغل انت بقى شويه وهتزحلق انا، سلام. وشكلها كده عايزه تخلع قبل ما لونج يديهم على دماغهم. فالواد بيتخانق معاها وبيذلها بالحبسه وكده، كفاره يا هانم. فقالت له اخلص كده واستلم مني الشغل، انا عايز امشي. فقال لها تمشي ايه؟ انت عايزاني انا التلميذ الاول للسيد ليه اتلقى الاوامر من واحده سوابق؟ يا بت انت حبسجيه. فالبت بتولع، وكمان لونج كان حاسس بالاهانه لان هما بيتجاهلوه من بعيد.
اسمعوني كفاية بقى، انا مش جاي هنا علشان اتهزق. والواد كده شكله هيتهور، بس تيام بقى والبنات بيهدوه وبيحذروه من اللي ناوي يعمله دلوقتي، لان هم لو هاجمهم دلوقتي من غير سبب وجيه هيتهم بالانقلاب، وساعتها بقى مش هيقدروا يعملوا له اي حاجة وهيتهموه بالانقلاب. فخمسة عقل كده وخليها تعدي على خير. والواد فعلا بيهدى شوية وبيلاحظ ان مع انه مدرس وهو اللي المفروض يعقل التلاميذ، الا انه غبي وعصبي وكان هيوديهم في داهية. بس بعد كده بقى بيقول لهم انا اسف. فميو اللي معاها اول ما بيشوفوا كده بيضحكوا عليه بخنزرة وبيكونوا شايفين ضعفه وعجزه قدام عينيهم، وبيقولوا له المس بس شعرة واحدة مننا وساعتها بقى هنخليك تودع عيلتك كلها. بس في نفس الوقت بتتدخل البت دي ورجالتها، بس باين عليها كده يا صديقي بنت ناس قوي، ومياو الواد اللي معاها بينحنوا احتراما ليها. وساعتها بقى بتقول لهم انا سمعت كل حاجة، ما تستغلوش اسم العائلة النبيلة المرة دي، بس هسامحكم علشان لونج مش عايز مشاكل. هو ايوه يا صديقي، هي الامبراطورة اللي كانوا بيهددوا بيها. وساعتها بقى بيتي وتيام بيفرحوا جامد، والامبراطورة بتقول دلوقتي انا هنا ومحدش هيقدر يمنعك، اتفضل ادخل. وبجد انا اسفة على كل اللي عملوه، بس اتمنى ما تخلينيش اندم على قراري ده، وبعد ما ترجع ابقى عدي عليا في القصر علشان عايزاك، ماشي يا عسل. وكان واضح كده يا جدعان ان هي بتكراش عليه. وساعتها بقى الواد بيقول في سره ما تبقيش مدلوقه كده، ده انت الامبراطوره مش كده يعني، يا واد يا تقيل. وبعد كده بقى بتقول له مبروك على تطور مستواك يا قلبي. فقال لها ان شاء الله النجاحات اللي جايه اكتر. وبالمناسبه يعني فالامبراطوره دي اسمها لولي. وبعد كده بقى الواد بيزهق من الجو الملزق بتاعها ده، فبياخد تيان وبيتي وبيدخل البوابه. وساعتها بقى لولي في الوقت ده بتتصدم وبتقول يا ريت ما تعملش مشاكل وترجع لي بالسلامه يا حبيبي. لا جدعان دي واقعه مفيش كلام. المهم ما علينا يعني، العيال بقى بيدخلوا وبنلاقي مياو والواد ده وراهم. وساعتها لونج بيقول لهم ناويين على ايه؟ مش لسه الامبراطوره مروقه عليكم بره؟ فبيتي بقى بتصوت وبتطلب منهم يلحقوها لان هي بتخاف من المرتفعات. فلونج بقى بيحب يقلش عليها وبيقول لها ازاي تنين وبيخاف من المرتفعات؟ هتهزري؟ دمك سم. فالبت بقى بتصوت وبتقول ما تستهبلوش الحقوني. فقالوا لها والله واحنا هنعمل لك ايه يعني؟ شايفانا بنعرف نطير وسايبينك مثلا؟ اتصرفي، هو انت مش تنين يا بت انت؟ وبيقرب منها وبيستفزها بالكلام. والبت طبعا اتعصبت ودمها بيغلي، وساعتها بتنفعل وبتظهر بهيئتها الحقيقيه. وساعتها بقى شوان ومياو اتفاجئوا وما كانوش يتخيلوا انه يكون معاهم احد التنانين. ومع ان جو المكان بيمنع تسرب الهالة، بس هي برضو قدرت ترجع لهيئتها الحقيقية، وشكلها كده مش سهلة خالص. وبعد كده بقى مياو قالت له دي كسرت القواعد. فقال لها سيبك من الموضوع ده دلوقتي، احنا دلوقتي لازم نسبقهم على المدينة اللي عليها الرمز ده. انا متأكد ان هناك هنلاقي كنوز كتير وحاجات ثمينة، انا متأكد من كده. وبعد كده بقى لونج وتيان كانوا راكبين فوق ظهر بيتي، والبت اخيرا اتعلمت الطيران وكانت في قمة السعادة. وساعتها بقى لونج بيعرف ان بيتي بدأت تندمج جزئيا مع كرة النار، وشوية شوية هتبقى حاجة محترمة. يلا ربنا يوفقك يا بيتي. وتيان بقى بتقول له الحق بص مياو البنت الخبيثة سبقتنا هي واللي معاها، راحوا على الأحطام، شكلهم كده ناويين يستكشفوا كل حاجة الأول علشان لما احنا نوصل ما نلاقيش أي حاجة. فقال لها وإيه يعني؟ ولا يهمك يا بت عادي خالص. ومع إنهم هيروحوا الأول بس هيواجهوا المخاطر والصعاب الأول، ولو يعني حالفهم الحظ ونجوا فاحنا بقى ممكن نحاصرهم بعدها وناخد منهم كل اللي جمعوه، سهلة يعني. فالبت قالت له أنا مش فاهمة حاجة. فقال لها مش ضروري تفهمي. بعد كده بقى بيروحوا على الغابة بيهيصوا كده وبيلعبوا سوا وبيضيعوا شوية وقت، وبيجمعوا بقى شوية أعشاب نادرة لبيتي. والمعلم لونج كان واقف بعيد، والنظام بيعرفوا إن العشب اللي معاهم ده بيقلل من الحظ، وحظك قل بمقدار 500 نقطة. فالواد بقى ساعتها بيتقهر وثابت عليه نفسه الصراحة يا جدعان. والنظام بقى ساعتها بيحسب له الغرامات وبيخصم منه 1000 في 2400، والرصيد النهائي بيوصل ل 5000 بس. فالواد بقى بيلعن حظه، هادي اخرة الخنزرة يا ابني علشان تحرم بعد كده. بس بعد كده بقى البت دي بتيجي عليهم وهي مفزوعة وبتحذرهم من اللي جاي وراها، واللي بيكون الثعبان السام بيقرب منها جامد، وخلاص شكلها كده دي النهاية ليها. فلونج والبنات طبعا بيساعدوها، وتيام بتنقض على التعبان، والتانية
بقى بتستخبى ورا لونج وبتقول له ايه انت مش هتعمل اي حاجه؟ مش هتساعد تيان ولا ايه؟ الوحش ده قوي واكيد هي مش هتقدر تعمل اي حاجه قصاده. فقال لها لا والله بالعكس، الوحش ده ضعيف وتيان هتهزمه بكل سهوله، بس لازم تعرفي برضك ان خطورته في قدراته السحريه وسمه القاتل، ثم اني يعني لسه مخترق واكيد مش هتعب نفسي. فالبت بقى بتتصدم وبتقول له يا ابن الحلال تلاميذك دول مش هيقدروا يعملوا له اي حاجه، ده التعبان الاسود انت صاحي؟ يلا امرهم بالانسحاب دلوقتي حالا. بس الواد ساعتها بيقول لها لا ما تقلقيش، وفضل بقى يفخم في تلاميذه وبيقول تلاميذي بجد مش زي اي حد وبتاع. فالبت قالت له يا عم خلينا نهرب وخلاص، اسمع مني دلوقتي التعبان هيقضي عليها وانت هتقف عاجز ومش هتعرف تعمل قصاده اي حاجه. وفعلا يا صديقي تيام في الوقت ده برضه كانت جابت اخرها وما قدرتش حتى تخدشه او تسبب له اي ضرر بسيط حتى. والتعبان زي ما انت شايف يا باشا في اقوى قوته وكانها كانت بتزغزغه بس مش اكتر. يا ترى يا تيان هتعملي ايه؟ بس ليه بقى تيان بتعمل كده؟ هقولك دلوقتي يا صديقي. البت اللي تيان بتعمل كل ده علشانها اصلا بتتصدم وبتغوص في ذكرياتها وبتقول لو ما كنتش اتولدت ما كانش زمانها هتموت دلوقتي. انا واحده مفيش مني اي فايده، مفيش اي حاجه بعملها وبتطلع حلوه، انا خطر على اللي حواليا، انا لازم انا اللي اموت بدلها. طبعا متخيل بقى ان هي هتروح تنقذها بعد الكلام اللي قالته ده؟ لا طبعا مش هتنقذ حد. ما علينا. البت تيام في الوقت ده كان جسمها كله اتخدر وكلها شويه والتعبان يخلص عليها وياكلها او اي حاجه صعبه كده يا صديقي. بعد كده بقى بيزود من نفسه السام وهالته بتتدنس بالسواد. وايوه يا صديقي التعبان شكله اتجنن واكتسب قدرات شيطانيه، والمعلم لونج بيلاحظ الكلام ده بس برضه يعني اكيد مش هيخليها تموت. بيدفع للنظام ألفاية في التانية وبيطور من مستواها. ايوه بالظبط تيام بتتطور وبتوصل لذروة عالم الخيال. ولونج بقى بيتبارد على الجنية دي وبيقول لها شفتي مش قلتلك احنا هنكون كويسين وكله تمام، مش هيجرالنا اي حاجة. فالبت بقى في الوقت ده كانت مستغربة واللي هو انت عمال تتكلم وخلاص من اول ما شفتك ومحسسني انك انت اللي بتقاتل. ما علينا. بعد كده بقى بيتي وتيام بيتعاونوا والمعلمة بقى بتهاجمه بالبرق وتيام بتطير عليه وبضربة واحدة بس بتقطع دماغه. يا بنت اللعيبة. بس ثواني التعبان كان لسه ما ماتش، بيحرك طرف ديله كده وبيخطف البت من الاول. وساعتها بقى لونج بيتصدم وبيقول اول مرة اعرف ان في كائن حي بيعيش بعد ما دماغه تتقطع. المهم يلا نلحقه قبل ما يعمل لها اي حاجة. والمعلم لسه هيتحرك بس البت بتفكره وبتقول له شايف انت الحاجز اللي هناك ده لو فضلت فيه 15 ثانية بس هتفقد الحق في انك تكون هنا. فالواد قال فعلا انا كنت ناسي، بس هو انت مين قالك اصلا انك هتقعدي 5 ثواني حتى؟ انت ناسية ان عندك سرعة البرق. فالبت بتقول له فعلا وبتروح تنقذ البت الغلبانه في ثواني. بس هي بقى ما بتستحملش بعد اللي حصل معاها ده وبتمسك في رجل لونج وبتفضل تعيط وبتقول له شكرا على انقاذي، انتوا بجد اول ناس اقابلهم وما يخافوش من حظ الزفت ده. بص انا هعمل لك اي حاجه انت عايزها وهو بقول لك خليني تلميذه عندك، صدقني هسمع الكلام ومش هعمل اي حاجه تضايقك، صدقني انت لو وافقت فانا اوعدك اني مش هكون عائق قدامك. فالواد قال لها سيبي رجلي يا بت انا محتاج افكر شويه الاول. بعد كده بقى بيروح في جنب كده والنظام بيقول له انت متردد؟ وافق يا عم مش هتخسر حاجه لو ضمتها، وخد بالك البت دي ممكن تفيدك جدا. اي نعم هي ما عندهاش ميزات سحريه او قتاليه بس حتى يعني لو عندها فاكيد هتكون ضعيفه او شبه منعدمه، بس اللي اقدر اضمنهولك ان انت لو وافقت على البت دي وقوتك كمان هتزيد. ففكر فيها كده وقلبها في دماغك، صدقني الصفقه دي مش وحشه خالص. فالواد قال له تمام وبالفعل بيروح لها وبيقول لها انا موافق ومن النهارده لا من دلوقتي انت هتكوني واحده من تلاميذي. والبت طبعا طارت من الفرح وجريت وراه. والمعلم بقى بيقطف ثمره من الشجره دي واول ما بيمسكها في ايده النظام بيقول له مبروك تم خصم 100 نقطه، ضمها بقى وحظك هيزيد فبيقول له انت شكلك كده كنت بتشتغلني. ما علينا احنا كده وصلنا اخيرا على المدينه وميول اللي معاها اكيد لقوا شويه كنوز بس اكيد مخبيينها. يلا بقى نروح نديهم على دماغهم وناخد منهم اي حاجه. ده انت يا لونج طلعت خنزير قوي.
بعد كده بقى بيروح على البت الجديدة وبيقول لها يلا جهزي علشان اول مهمة ليكي. فبتقول له بس انا ما بنفعش في اي حاجة، ما بنفعش في اي حاجة. فقال لها انا عارف، انا بقول لك ايه، اسمعيني انت بس، دول شوية شغل صغيرين كده. فالبت بقى بتبص له كده وقالت له صغيرين ايه يا عم؟ فقال لها استني وهتفهمي دلوقتي كل حاجة، انت بتعرفي تمثلي كويس صح؟ حلو قوي. مهمتك بقى هي انك تروحي المدينة تتكلمي بقى معاهم وتخليهم يصدقوكي وتكسبي ثقتهم، وده علشان تسهلي علينا الشغل بعد كده. فالبت بقى عينيها بتلمع وبتقول له بس كده؟ عينيا، ده انا هفاجئك ما تقلقش خالص. فقال لها على الله بعد كل الكلام ده تفضحينا، ما علينا. والمهم بقى وبالليل بنشوف واحد جوه اسوار المدينه ماسك درع كده وفرحان بيه، بس شكله كده مش لطيف بالمره يا صديقي، بتنبعث منه كده هاله شيطانيه وشكله كده ملعون ولا حاجه من دي. بس الغلبان بقى يا عيني لسه ما بيلحقش يتهنى عليها وبيرشق السيف في قلبه بكل غباء وبيتكلم معاه باستعلاء وبيقول له انت لقيت الدرع ده وانا اللي هستفاد منه، شكرا يا صاحبي. بعد كده بقى مياو بتمسك منه الدرع وبتقول له ايه فايدة الخردة دي؟ هتقدر تستخدمها يعني؟ فقال لها ومين عارف، الله اعلم، يمكن نحتاجه الايام دي. فالبت بقى بتفهم كلامه وبتقول له تمام. بس هي بقى لسه ما لحقتش تكمل كلامها وبتلاقي واحدة بتخبط على الباب وبتقول لهم الحقوني، انا هموت لو محدش انقذني دلوقتي. فمياو بتقول ما توقعتش يكون بالغباء ده، انا عارفه ان كل السكان اللي هنا لابسين لبس رديء، فلو الشخص اللي على الباب ده نضيف فاكيد يبقى جاسوس. البت مياو فعلا مش سهله يا صديقي. المهم بقى بيفتحوا لها الباب والهدوم فعلا كانت رديئه وبتقول لهم الحقوني، في موجه دمار جايه وهتدمر كل حاجه في طريقها. بعد كده بقى تقرب منها وبيقول لها وانت هتدفعي ايه يا حلوه لو ساعدناكي يعني؟ فلسه بقى ما بتلحقش ترد عليه وهوبا بقى تعبان قوي بينزل على المكان. بس ساعتها بقى مياو بتستخدم كل طاقتها وبتحاول تخلص عليها، بس هو بقى بيوقفها وبيقول لها ايه الخطر اللي هتسببه لنا مزارعة غلبانة دي شكلها طيبة. بعد كده بقى قال لها انت هتحكي لي كل حاجة دلوقتي، عايز اعرف ايه خطة لونج دلوقتي حالا، هو اللي بعتك مش كده؟ بس قبل ما تجاوبوا بأي حاجة بنسمع صوت حوار في بق التعبان وبنعرف ان تيان وبيتي جواه وبيمثلوا كويس، لان هو اصلا طلب منهم ييجوا لهنا بس قال لهم ما يدخلوش الا لو الموضوع اتكشف وزميلته روز كانت هتموت. بعد كده بقى لونج بيقول شكلنا كده هنتفضح. وبعد شويه صغيرين كانت روز فعلا قدرت تضحك على الواد ده وتغويه، لا ده خدرت الكل، او ده اللي هي كانت فاكراه يعني. بعد كده بقى يا دوب بتروح تطلع تيان ولونج من بطن الوحش، فبتلاقي اللي ماسكاها وبتقول لها كنت عارفه انكم اكيد هتكونوا سوا. فالبت روز بقى حاولت تنكر وبتقول لها مين دول؟ انا معرفش اي حاجه. فبتلاقي بقى تيان طالعه من جسم التعبان وبتقول لها اوعي حتى تلمسي شعره منها وبتهاجمها بكل شراسه. وبعد كده بقى بيتي بتروح لروز وبتطمن عليها لا يكون البغل ده عمل لها حاجه ولا بتاع، بس الحمد لله سليمه يا صديقي. وساعتها بقى لونج بيهددهم انه هيزعلهم قوي لو اتضح بس ان هم عملوا الروز اي حاجه. يا عم بقى ما تطلع من بق التعبان الاول وبعدين اتكلم، ما علينا. المهم بقى بيطلع بعدها وبيقف في وش ليه اللي كان فاق من تأثير المخدر وبيقول له انت ازاي تجرؤ تاخد واحده من عشيره وادي الرياح؟ فقال له لونج انت لوحدك ما تقدرش تمثل العشيره فعلا، انت فرد واحد مالكش لازمه، ما تنساش نفسك يالها، شكلك كده نسيت اصلك وانا اللي هفكرك ما تقلقش. فليه بيتعصب جامد من كلامه وبيفعل اقوى الهجمات اللي عنده وبيقول له انا بقى هجلدك. وبعد كده بقى بيهجم عليه بكل براعه بس في الاخر لونج بيهزمه وبيفسخ استدعائه. وبعد كده بقى روز بتستخدم قدرتها وبتخرم جسم ليه بكل سهوله، وبعد كده بيقع على الارض مرمي زي الكلب ولا ليه اي لازمه. وساعتها بقى النظام بيقول للونج مش قلت لك حظك هيزيد، وساعتها بيكتسب 5000 نقطه. فطبيعي بقى لونج كان فرحان وفي قمه السعاده خالص يا صديقي، وبيقول انا قربت اقابلهم خلاص واكيد هيفتكروني مش كده؟ فالنظام قال له الصراحه مش عارف لان اخر مره انت شفتهم كانت من 2000 سنه. فبيبص الروز بعدها وبيقول لها انت اخترتها علشان فيها شبه منها مش كده؟ فقال له مين عارف يمكن تكون هي. وتيان بقى في الوقت ده كانت بتحارب مياو لسه، واللي بتقول الغبي ليه اتهزم، انا عارفه انه ضعيف بس مش للدرجه دي. وساعتها بقى بتسالها عن الكلام الغريب اللي كانت بتقوله قبل ما تضحك على ليه، بس روز بتقول لها لا ولا اي حاجه، انا كنت بهري عليكم علشان اكسب ثقتكم مش اكتر، وبعدين اصلا ده كله كان اوامر من معلمي لونج.
بس فعلا بقى الارض بتتهز وشكلها كده في وحش خطير جاي بجد. بعد كده بقى بتلجأ للخيار الاكثر منطقية واللي ايوه هو التعاون مع لونج واعضاء فرقته، وهم طبعا كانوا مدركين لوضعهم الحالي وبيوافقوا على التعاون ده. وساعتها بقى الوحوش بتهاجم بيتي وروز بيحاصروهم من كل مكان. بس البنت دي بقى بتطلع من السيف ولونج بيتعرف عليها وبيقول دي روح سيفي، يا ترى هتتعرف عليا؟ والروح فعلا بتروح ليه وشكلها كده بتشبه عليه. فالواد بقى بيحاول يفكرها بيه وعن مدى قوتها كالسيف الروحي الاول في العالم، بس ريد ما هياش فاهماه ولا فاكره اي حاجه. بعد كده بقى المعلم لونج بيستخدم عينه الروحيه وبيعرف ان ملك الشياطين حاطط عليها لعنه مخليها مش فاكره اي حاجه، واللي بيختم بيها ذكرياتها وماضيها. وريد مش فاكره اي حاجه خالص ولكنها حاسه ان هي تعرفه، فبتحضنه على امل ان هي تفتكر اي حاجه. وساعتها بقى لونج بيقول لها اوعدك اني هحرر ذكرياتك اللي مختومه دي في اقرب وقت، اوعدك بكده. فالبت بقى قالت له هستناك تحررني حتى لو عدى 2000 سنة. ومن الواضح كده ان هي بتحبه يا صديقي، بس نظراتها للواد بتتغير وبتأمر الوحوش يهاجموا تيان وروز. وساعتها بقى لونج بيتعصب عليها وبيقول لها بس دول تلاميذي مش هسمح لك تأذيهم. وبتقول له انا ملعونه، يعني ما اقدرش اعصي اوامر رؤسائي، وفي القريب كده فانا حاسه اني اعرفك، اما دول بقى فلازم اقضي عليهم. فالواد بقى بيتضايق وبيضمها لصدره ومستني ان هي تفتكره او اي حاجه. بس هنا بقى كانت المفاجاه يا صديقي، البت ريد هجمته في نص صدره وقالت له ايه انت فاكر انك ممكن تعمل حاجه؟ خلينا بقى نخلد حبنا ونموت سوا. فانا بفضل اني اقتلك وانا عندي شويه ذكريات عنك ولا اني اقتلك طبقا لاوامر رؤسائي. اتعاون معايا يا لونج وخلينا نموت سوا. وعلى طول هاله شيطانيه بتتفعل في جسم لونج، وساعتها بقى بيحس انه بدأ يتلعن ومش عارف يعمل اي حاجة وشكلها كده خلاص النهاية. بس انت فاكر كده يا صديقي صح؟ لا غلطان يا صديقي. ساعتها بقى النظام بيطور قدرة لونج واللي بيوصل للمستوى الذهبي، وايوه بيستخدم مهاراته الجديدة وبيلغي اللعنة من عليها خالص. فالبت بقى فرحت وبتلاحظ ان لون شعره اللي اتغير وبقى باللون الابيض، وبيطلع كده يا صديقي ان هو ضحى بنص عمره علشان يقدر يترقى. فزي ما انتم عارفين لونج لسه ما استرجعش كامل قوته وضحى بنص عمره علشان ينقذ واحدة من أتباعه المخلصين ليه. بس فجأة بقى لون شعره بيرجع تاني للطبيعي وبيستدعي كائن روحي، وبيطلع بقى إن هو ضحى بنص عمر الكائن مش عمره هو. فالبت بتقول له يا ابن الإيه أنا ما عدتش فاهماك، مش فاهمة أنت كنت طيب ولا شرير، ساعات بتكون كده وبتعمل أعمال صالحة وساعات بتكون شرير يا إمبراطور، انت مين بقى بالظبط؟ فقال لها انا طيب يا بنتي مالك، انا طول عمري بعمل حاجات صالحه. فالبت قالت له ايوه ما انا عارفه، ده انا كنت بساعدك مش اكتر من كده، ودلوقتي بقى انت بقيتي حره. والبت فعلا اتأثرت وضمته ليها شكرا على كل اللي عملته معايا. فقال لها لا ما تشكرنيش ولا يهمك عادي، ومن واجب السيد انه ينقذ اتباعه. زي روز كده كانت بنت تعبانه جدا بس انا خليتها تلميذه عندي، وشوفي بقى قوتها بقت عامله ازاي دلوقتي. كويت مين يا عم لونج؟ دي ما بقى لهاش يومين معاك يعني. بعد كده بقى بتقول له البت دي، فبيقول لها البت دي بتملك قوة الشيطان الغراب. هو اي نعم هي لسه ما صحتش القوة دي بس انا متأكد ان هي هتنجح قريب قوي. فريد بقى بتقول له انا مش مصدقة بجد، يعني دي بتملك قوة الغراب الملك اللي فتح 72 برج من الابراج الملعونة؟ مش معقول ابدا، انا مش فاكرة انه ورث قوته لاي حد قبل كده. فقال لها لا انا فاكر، ازاي انسى مهارة اي حد من الطائفة؟ انا هدفي هو تجميع اكبر قدر ممكن من الابطال الخارقين وهزيمة ملك الشياطين الحالي واستعيد منصبي. فريد بقى بتروح عليه وبتقول له انا هساعدك وهكون عون ليك لو الكل تخلوا عنك، قوتي بين ايدك دلوقتي. فالمعلم لونج بقى استعاد ثقته في نفسه وبيستفز في الوحوش كده باستخدام قوته، وبعدها بقى بيعمل نفسه خايف علشان روز تيجي تحميه. وبالفعل البت قالت له اعتمد عليا يا سيدي. فالواد ابتسم وعطاها الوشاح ده وقال لها انه اشتراه من مكان غالي وهي لازم تستخدمه وتحاول توقظ قوتها بالكامل. وفي نفس الوقت كان كل من تيان وبيتي بيراقبوهم ومش مأذين جامد من الوضع ده، وتحسهم كده مش في معركة الصراحة. ما يلا بقى بت التوهية، ده الذئب اللي وراكوا ده هيروق عليكم وانتوا بتتكلموا كده. والمعلم لونج بقى بيعمل نفسه خايف من الذئب جامد وبيطلب من روز تستخدم المخطوطة علشان تساعده، وبالفعل البت بتستخدم القوة عليه وبتضربه جامد قوي.
وبالفعل بقى المخطوطة بتتفاعل وبتتسلل لدماغها وبتأثر عليها. وساعتها بقى المعلم لونج بيقول كنت متأكد من ان هي هتقدر تستخدم قوة الختم زي ما توقعت بالظبط. فبيتي بقى بتقول له هو انا اشتريت البتاع النادرة دي ب 15 يوان بس؟ ده انت بتعرف تفاصل بقى، ده انت طلعتي هبلة خالص، هو ده وقته. وساعتها بقى المعلمة روز كانت اتحكمت في قوتها بشكل كويس وبتحس ان هي فعلا في غاية القوة. وساعتها بقى بتقول للذئب اجهز يلا علشان هكسر عظمك دلوقتي. وشكلها كده روز اتجننت خالص يا جماعة. بعد كده بقى بتستخدم قوة 7 من حاملي قوة الغراب وبتكسر دماغه يا بنت اللعيبة. وبعد كده بقى بتروح له وبتقول له انت قوي جدا وعلشان كده هستحوذ عليك. وبتقول هو كده الشعور اللي انا حاسه بيه دلوقتي رهيب. وبتنادي على لونج وبتقول له ما تقلقش انا اقدر اسيطر على 100 زيه، الموضوع بقى ايزي عادي جدا. فالمعلم لونج بقى قال لها عاش يا بت قوي وشدي حيلك بقى علشان انت فعلت جزء كبير من المخطوطه. فالبت بتقول له تمام وبتخلص على الوحوش اللي موجوده كلها. بعد كده بقى بتنزل على بيت يوتيان وبتكون في قمه السعاده فرحانه بقى ومبسوطه على الاخر من مدى تطورها السريع. وما تعرفش ان كل ده اصلا بسبب لونج يا صديقي. ما علينا. بعد كده بقى تيان بتقول لهم نهدى شويه ملوش لزوم الكلام دلوقتي. والمعلم لونج بقى بيروح يكلم ريد وبيقول لها مش قلتلك ان النهارده هقدر اهزمهم؟ فبتقول له ايوه ده المتوقع من حاكم الطائفه، انت على طول ذكي وكل مدى بتفاجئني بذكائك اكتر واكتر وانا متاكده انك هتوصل لحلمك في يوم من الايام. وبعدها بقى بترجع للسيف وبتختفي تاني. والمعلم لونج بقى صديقي بيعمل فيها مش عارف السيف ده جه منين، بيعمل يعني من بنها وبيقرر يحتفظ بيه. يا عم ارحمنا بقى، المفروض ضحكت عليهم كده يعني. ما علينا. بس ساعتها بقى رد بتسمعه وبتقول له يا واطي عامل نفسك مش عارفني، ده انا لما اطلع لك هروق عليك. بعد كده بقى بتظهر مياو واللي بتقول لهم في ايه يا جدعان على طول كده نسيتوني، ده انا لسه عايشه. يا انت لسه عايشه يا ست، ده احنا افتكرنا الوحوش قتلتك. بعد كده بقى بتقول له استفدت ايه من تطهير روحها؟ دلوقتي مش هتعرف تستغل قوتها الماديه. وساعتها بقى بتجهز نفسها وبتهجم عليه، بس المعلم لونج كان عامل حسابه وبيصدها بالسيف الجديد اللي معاه. ده شكله كده جامد السيف ده يا جدعان. وساعتها بتقول الواطي مش عارف ان سيف اسطوري. والبنات طبعا كانت متفاجئه ان لونج بيعرف يعمل اي حاجه. بس ما علينا. مياو بقى بعد ما شافت ريد ظهرت عرفت ان هي كده ارث من زمن بعيد وبتكلم نفسها وبتقول انا لازم احصل على السيف ده باي طريقه، حاجه زي كده لازم تكون ملكي انا. وبعد كده بقى بتفعل جزء من قوتها وبتقول له سلم السيف يلا. ورد طبعا واقفه وراه وخايفه فقال لها يا بت مالك كده، هو انت مش معاك راجل ولا ايه؟ اتفرجي بس على اللي هيحصل دلوقتي. وبام بالله اللي نازله جنبها. وساعتها بقى بتقول لها عامله ايه، بقالنا كتير ما تقابلناش يا مياو. وساعتها بقى صاحبتنا بتقول لها انت ايه اللي جابك هنا وازاي اساسا عندك القوه لدخول المكان السري ده؟ وساعتها بقى وفي الوقت ده المعلم لونج بيقول هاو دي حماره، بدل ما تهجم على مياو وتخلص عليها لا دي نزلت جنبها وبتتكلم معاها. ما جيبلكوش كوبايتين شاي بالمره يا بنات؟ ما علينا. بعد كده بقى هاو بتقول لها الناس بتتغير يا مياو، انا بعد اخر مره اتقابلنا فيها رحت للامبراطوره وبقيت تلميذه عندها، شايفه بقى انت ثمار التدريب بقت عامله ازاي؟ دلوقتي حتى لو الاسلاف جم بنفسهم هقدر اكسر دماغهم، ممكن ادغدغ اي حد. فبتقول لها اتكلمي على قدك يا ماما، انت مش شايفه فرق القوه؟ هتعمليها ازاي بالمصاصتين اللي في ايدك دول؟ بس هي بقى بتقول الكلمه دي من هنا وهاو بتتجنن عليها وعلى طول بتهاجمها وبتبطل سحرها. وبتقول لها انا هوريكي مين الحسالة اللي فينا دلوقتي، هوريكي ثمار تدريبي بعد ما الجميع يتخلوا عني. انا عارف انك دلوقتي مش فاهم اي حاجه بس الصراحه وانا كمان يا صديقي. بعد كده بقى بننتقل للونج هو اللي بيعمل نفسه فاهم كل حاجة وبيقول انا عرفت اصلا من اول مرة شفتهم فيها. بس عادي يا جدعان باين عليه كداب قوي لان اساسا واضح ان الشبه اللي بينهم كبير قوي. يلا يا كداب. طب فكك بقى منه وخلينا نتفرج على مستواها الحالي يا صديقي. البت هاو بتهجم على مياو بكل غباء واللي بتقع على الارض وبتحاول تتوسل لحياتها. بس انت فاكر بقى ان هي هتصعب على هاو بعد كل اللي عملته فيها؟ ابدا والله يا صديقي. ساعتها بقى بتخلص عليها بضربة واحدة بس. لا جمدان جمدان مفيش كلام.
هي دي بقى نتيجة التدريب على ايدي امبراطورة المملكة لوفارديا. بتقع على الارض بعدها وطاقتها بقى كانت خلصانة، وده لان هي ضيعت هجوم اول ما جت لو تفتكر يا صديقي. والمعلم لونج بقى بعد ما بيشوفها في الحالة دي بتجيله فكرة شيطانية، وبيفكر يبين لها فرق القوة علشان يغريها وتنضم له. وبيقول لها بقى انت دلوقتي تلميذة لولي، عيب والله. ولو تفتكر يا صديقي فلولي دي تبقى نفس الامبراطورة اللي ساعدت لونج يدخل المكان ده. وبيقول لها بس مع كل ده كان ادائك مخيب الا شوية. وساعتها بقى العيال بيتصدموا في الوقت ده، واللي هو ازاي يعني اداء مخيب يا عم؟ دي هزمتها بضربة واحدة بس، امال لو هزمتها بضربتين كنت هتقول ايه؟ وساعتها بقى بيتي في الوقت ده كانت بتضحك، بس بيكون كل اللي هاممها ان هي عرفت ان الامبراطورة اسمها لولي. لولي بقى لوليتا ما علينا. بس بعد كده بقى بتلاقي الكف المحترم نازل على خدها. هو ده اللي شغلك؟ وبتقول لما اتكلم في موضوع مهم الكل يركز معايا بدل ما اطلع عينيكم. انا اختكم الكبيرة وتلميذة السيد الاولى تيان. تمام. المعلم لونج بقى بيسكتهم وبيتكلم معاها وبيقول لها ايه، هو انا مش واقف معاكو؟ فتيان بتحط عينيها في الارض وبتقول له انا اسفه يا سيدي، اوعدك مش هتتكرر تاني. سهو بقى معلش. وبتقول له انت لسه متطور، وصلت لايه؟ فقال لها الحقيقه ايوه انا اتطورت. فالبت بتبص له باستغراب كده، وهو بيقول لها ايه، هو انت مش مصدقاني ولا ايه؟ هكدب عليك انا مثلا؟ لا خالص، ده انت والكدب في جمله واحده يالا. ما علينا. بعد كده بقى تيان بتقول له طب مين الاقوى، انت ولا الامبراطوره لولي؟ انتوا الاتنين تعتبروا في نفس المنزله. فقال لها معرفش الصراحه، بس اكتفي بان لولي دي اختي الصغيره واللي دربتها زمان. وبيقول لها نفسي اشوف اختي لولي قريب، وكفايه بقى علشان انا زعلان قوي. فتيان بقى بتقول له انا اسفه خليتك تبكي، سامحني مش هتتكرر تاني. وروز بقى بتقول له هي غلطت بس بالله عليك ما تطردهاش من الفريق يا معلمي. هو حرفيا شكلهم كان يضحك، وحاجه كده اخر مسخره صديقي. وكمان هي كمان بتعرفه ان الامبراطوره بعتتها لهنا علشان تساعده، وكده بقى رسميا فريق لونج زاد واحد او واحده يعني يا صديقي. وبعد كده بقى بيقول لهم يلا بينا نكمل رحلتنا. وفي نفس الوقت ده بره البوابه كان اعضاء العشيره اللي واقفين بره مستغربين من التغيرات الروحيه اللي حصلت في البوابه. وساعتها بقى واحد منهم بيقول معقول يكون فيها غلط اثناء الصناعه؟ فالتاني بقى بيرد عليه وبيقول له اخرس، ده الامبراطور بنفسه اللي عملها. انا عارف يا صديقي انك مش عارف الانمي ده فيه كام امبراطور بالظبط، بس انا زيك الصراحه. هو اي نعم عندهم اباطره كتير، بس ما تشغلش بالك يا صديقي. المهم وما علينا، كل المتواجدين بقى خارج البوابة ما كانوش فاهمين اللي حصل، وهل ده خطأ ولا ايه النظام. بس الامبراطورة لولي هي الوحيدة اللي كانت عارفة ايه سبب التغيرات دي، واللي هو رجوع لونج وفريقه. وحرفيا البت كانت في قمة السعادة وواقفة مستنياهم. واول ما بيوصلوا بقى محدش بيكون عارف مين اللي في الوسط ده، وبيقولوا انه اكيد نجح بالاحتيال، هو اكيد اعتمد على هو تيان علشان ينجح، لان انا ما شفتوش قبل كده نفع في اي حاجه. وصاحبنا بقى بيروح عليه علشان يستفهم منه اي حاجه، بس هو بيتجاهله وبيروح يكلم لولي. بس المعلم طبعا بيتحرق، واللي هو ازاي لولي تعرف واحد وضيع زيك. وساعتها روز كانت مستغربه برضه، بس تيان بتفهمها كل حاجه، وبيتي هي كمان بتاكد على كلامها. ولولي بتروح على لونج وبتطمن عليه وبتقول له انت كويس يا اسطى؟ حد اذاك ولا عمل لك اي حاجه؟ هو وصلت عندك في الوقت المناسب ولا حد اذاك؟ فقال لها لا يا ستي مفيش الكلام ده، انا كويس وما حصليش اي حاجه خالص. فبتقول له ده انا كنت بعد الشهور والايام والساعات اللي انت غبتها. فالمعلم لونج بقى كان محرج لان هي قريبه جدا ما علينا، ولان الناس كمان كانت بتبص لهم. وبيقول لها بقى اشكري تيان والبنات هم اللي انقذوني. فبتروح عليهم واللي كانوا خايفين منها جامد، بس هي بقى بتفاجئهم وبتضمها ليها وبتقول لها شكرا يا تيان على كل اللي عملتيه لحد دلوقتي علشان خاطر تنقذي لونج من الاذى. وبتبص على بيتي وبتلاحظ قد ايه ان هي قويه وقدراتها مش محدوده خالص، وبتعرف ان هي سبب في هزيمه مياو ونجاة لونج. والاتنين دول بقى كانوا واقفين كده ومش مصدقين ان الامبراطوره لولي بشحمها ولحمها بتعامل نكره زي لونج بالطريقه دي. فبدأ الكل يسألوا نفسهم على العلاقة اللي بتجمع ما بينهم، واللي يقول خطيبته واللي يقول عشيقته. ما شاء الله هرمون الهبد عالي يعني، اللهم بارك. والواد بقى بيقول لونج باين عليه لسه في أرض الخيال، هي ازاي لولي بتحترمه كده. وبعد كده بقى الاتنين دول بيشدوا مع بعض جامد، والمعلم بيقول الراجل ده شكله خافي قوته كويس قوي. فمع
ومعنى انه دخل لهنا فاكيد مستواه اعلى من عالم التفجير. فالتاني قال له عندك حق، وانتهى الكلام بينهم على كده. والراجل ده بقى بيروح للونج، بس لولي بتقف حاجز ما بينهم يا صديقي، وبتقول له عايز منه يا رئيس عيلة شهرزاد انت، وبعدين انت ازاي اساسا تيجي لهنا؟ فقال لها بصي الايفنت او الحدث ده مهم جدا، وعلشان كده كان لازم ولابد اني احضره، مش كده ولا ايه يا امبراطوره؟ شكل كده في مكاسب غير متوقعه المره دي. ولونج اول لما شافه بانت عليه تعابير الغضب، وشكله كده يعرفه يا صديقي، وبيقول اخيرا شفتكوا تاني. فالراجل استشعر منه كده نية القتل، وقال لك بس كده ده شكله افتكر حاجه، انا لازم اثبت عكس كده وما بينلوش اني خايف. بعد كده بقى بتتغير ملامح وشه من نية القتل لواحد بيسخر وبيستهزأ باللي قدامه، وبيقول للولي انهي احسن، ناكل لحم مشوي ولا البطه اللي معاك الراجل ده احسن؟ فالراجل قال له انت كده فاكر انك هتخدعني مثلا؟ ده انا من شويه استشعرت نية القتل منك، اجهز لي دلوقتي بقى علشان هتغدى بيك قبل ما تتعشى بيا. فبيقول له لولي اهربي ابعد انت وما تتدخليش. فقالت له ازاي يعني؟ وبيهاجموا كده بكل شراسه، بس اللي هو انت حمار يا حمار، دي الامبراطوره يالا. بتصد ضربته كده بايد واحده، وبتكمل كلامها مع لونج وبتقول له انا شايفه ان احنا ناكل البطه اللي مع العبيط ده احسن من كده، انت ايه رايك؟ فالراجل اللي من عيله شهرزاد بقى كان ادرك مدى قوه الامبراطوره لولي، وعرف انه لازم يهاجمها بكل قوته، وده لو عايز يخدشها بس لولي بقى ولا في دماغها اساسا، ومش فارق معاها كل اللي بيحصل ده، وبتدي اللونج البطه واللي كان عايز ياكلها بعد ما سوتها له، وبيقول لها انا هاكل البطه كلها وانت بقى خلصي على مصدر الازعاج ده. فقالت له بس كده ده انا عينيا هروق لك عليه ما تقلقش. وبتروح له وبيفضل كده يبرطم كلام بالصيني ما يتفهمش، بس قبل ما يكمل كلامه ده واللي هو ايا كان بقى، لولي بسرعه البرق بتزربه في وشه، واللي هو انت لسه هتتكلم معايا يالا؟ انت عكرت مزاج سيدي وانا مش هرحمك يالا. وعلى ذكر سيدها بقى، فكان عمال يلغ يا صديقي، وبيقول لها يلا خلصي قبل ما اخلص اكل علشان تلحقي لك اي حاجه. يا ابن الجعانه. وبعد كده بقى الواد بتاع شهرزاد ده بيتعصب وبيجمع طاقه جباره في ايده علشان يخلص، بس اللي هو انت عبيط يالا، فاكر انك هتقدر تقف قدام الامبراطوره؟ غلبان انت قوي يالا. وهنا لونج بيقول للولي على طريقه جديده تقدر تهزمه بيها، والكل طبعا مستغربين، واللي هو انت بقى اللي هتعلم لولي يالا اهبل، انت مخبل يالا، واللي هو انت هتأمر الامبراطوره تدافع عنك وانت عمال تحشر كده. بس الكل بيتصدم لما لولي فعلا بتنفذ كلامه كله. بس انت بقى متخيل ان هي هتخلص عليه علشان نخلصه؟ ابدا يا صديقي، بتسيبه ينبح لحد اما البارد لونج بيروح وبيمسك في دراعه كده وبيقول له بقول لك ايه يا اسطى، الصراحه كده انت صعبت عليا، وعلشان خاطر شهرزاد مش هنقتلك النهارده يا عم، ده حتى انت شايف يا جدع الشمس قويه النهارده، يرضيك تموت عرقان؟ فالواد ساعتها بقى بعد دراعه وبيقول له انت شارب ايه يالا؟ انا لو مت ايه اللي هيفرق يعني؟ مت عرقان ولا مت عريان حتى؟ فقال له لا يا عم عرقان ماشي، اما عريان ده لا يمكن ابدا اسمح لك تموت عريان يا صاحبي، هكفنك بعدها ما تقلقش. فالراجل بيتصدم، ولونج ده خنزير يا صديقي بيكلمه ببجاحه كده، وفي ثانيه واحده بيلاقي الرجل تمام طيرته، واللي هو انت هتتباجح مع سيدي يالا؟ فلونج بيقول لها عاش عليك قوي، اتعاركوا انتوا سوا بقى وانا هشجع من مكاني هنا، يلا عايزك تروقي عليه اكتر من كده. فالبت بتقول له ما انا خلاص فشخته يا عم، هو هيقوم لحد الرجل دي؟ الصراحه اشك في كده. وبيتحنك بقى باللبس اللي هو لابسه ده بزياده كده، فبتجيبه على الارض وبتنقله لاسرها بسحر الانتقال الاني. طب وتيان والبنات؟ فقالت له اخرس انا داخل اخد مساج، تعالى نتكلم جوه. فقال لها هو انت مشكلتك مع تلاميذي؟ دول طيبين وجدعان جدا مع اي حد، مش بتوع مشاكل صدقيني، انا عارف انا بقول لك ايه. وعلى ذكر تلاميذه يا صديقي، فهم كانوا لسه واقفين في الهوا الشديد والبرد وبيقولوا اكيد هيرجع ياخدنا، هيرجع؟ الصراحه اشك في كده، بس ما علينا. نرجع بقى اللونج تاني، وساعتها بقى بتقول له مش مشكلتي، حل مشاكلك لوحدك يا عم. فقال لها ما اقدرش، الملك الحالي لو عرف بوجودي ممكن يخلص عليا في ثواني، وزي ما انت عارفه انا لسه ما استعدتش كامل قوتي، علشان كده اتباعي يعتبروا مهمين بالنسبه لي، وعلى القليله يعني هم ساعدوني كتير لحد النهارده. فقالت له خلاص يا عم روح هاتهم بنفسك. فرسها من خدها وقال لها لا ما ينفعش، انا هدفي هو اني اقتل الستة دول وانتقم منهم الاول، الانتقام هي دي غايتي
وبس. وبيفضل يقول كلامه الانتقامي ده كتير، واثناء كده بتخرج لولي وبتقول له عايز اخرج معاك في موعد يا باشا يا بت. فالواد بيقرصها من ودانها وبيقول لها اسكتي بدل ما اخلص عليكي، بقول لك انتقام تقولي لي موعد؟ هم اللي اختشوا ماتوا ولا ايه يا بت؟ فقالت له خلاص يا عم وجعتني، انت عايز تنتقم مش كده؟ بص روح لاختي في المكان الفلاني في الحته الفلانيه وهي هتساعدك جامد قوي. فقال لها اختك انا تقريبا علمتها اساليب غير سحريه، ازاي بقى هتقدر تساعدني؟ فبتحكي له ان اختها اكتسبت قدرات جديده ولكن بطريقه مش شريفه. لا ومش هوضح اكتر من كده يا صديقي، دي ما شاء الله فاضل لها 5 مرات بس وتقفل ال 4000 مرة زواج يا صديقي. يا جدعان مش كده. وبعد كده بقى لونج بيخاف وبيقول ده شكلها بقى هتشلوحني على كده، وبيخلص حديثهم السمج على كده. وتاني يوم بقى بيتقابل لونج مع روز وبيعتذر لها علشان امبارح. فلولي بقى بتقول له ان هي هتبعت معاه تلميذتها هاو علشان تحميه يعني لو حصلت له حاجة ولا كده. فقالت لها طلباتك اوامر يا سيدتي. وبعد كده بقى لونج بياخد البنات وبيسيبها وبيمشي. وبعد فترة كويسة من المشي في الغابة لونج بيحاول يفتح كده كلام مع روز. فبتقول له بس يا عم مش ناقصة ام سمكتك دي، انا جعانة جدا. وهاو برضك كانت مسترخماه وبتقول انا مش عارفة ايه اللي عاجبها فيه، بس ده عيل كرنجي وسمك حبتين 3 ومهما حصل مش هسمح له يكون السيد عليا. يلا ما علينا. روز بقى بتقول له يا اسطى يا عم هما فين تيان وجينيو؟ فقال لها في قلبي ما تقلقيش اكيد مش هنساهم. فبتقول له ما تقلقش انا هحميك لحد اما يرجعوا. جدعه يا روز والله. وبعد كده بقى بتنط على هاو علشان تضحك معاها كده. والمعلم لونج كل اللي معصبه ان المخرج راسم له صوره وحشه على المخطوطه، بس هنغيرها لك حاضر يا عم. والعيال بقى بتتصدم واللي هو احنا بنتكلم في موضوع مهم وهو ده اللي همك، بس كواليتي الصوره هو اللي شغلك. اما انت غريب بصحيح يا جدع انت. وتحسها كده كانت عايزه تسمعه شتمتين ولا حاجه يا صديقي، بس البارد بتاعنا يسكت ابدا. لا بيفعل خريطه على ايده كده وبيعرف عدد الاشرار اللي قدامهم قد ايه، وبيقول شكلنا كده هنتسلى كتير قوي. وبيقول لهم انا شامم ريحه اكل جايه من المكان ده تعالوا ورايا. فهو قالت له وراك ايه؟ بس انا الاوامر اللي معايا هو اني اوديك لمعبد تيمبونو وبس. فقال لها اوامر ايه وبطننا فاضيه كده، انا هسبقكم على هناك يلا سلام. تيرو بتروح وراه، اما هاو بقى بتفضل واقفه مكانها وبتفكر اذا كان تسمع كلامه ده ولا تسحب عليه وتسيبه وتمشي. وبعد كده بقى البت بتشوف 2 عمالين يشوا كفته، لا قصدي فراخ يا صديقي معلش. ولونج وبيتي بيكونوا مستخبيين في الارض. والواد بيقول لها اتصرفي يا بت عايزين ناكل اي حاجه. فبتقول له انا هعمل ايه؟ دول يا عم وحوش اشرار روح انت عليهم يا اخويا. فبيقول لها لا انت اللي تروحي. وصوتهم بقى بيعلى والرجاله بيحوطوهم من كل اتجاه يا صديقي. بس تفتكر بقى ان لونج هيفرق معاه الكلام ده؟ ايوه يا صديقي بيفرق معاه جامد. الواد بيخاف وبيقول لبت اتصرفي بقى يلا يا بت ابوس ايدك اتصرفي ارجوكي. فالبت بتنصدم في الاول كده بس بعدها بقى بتتشجع وعينيها بتطق شرار كده وبتعمل شغل جامد اوي يا صديقي. والبت عجناهم وصدق صدهم لحد دلوقتي. ولونج يا صديقي ما كانش ضيع وقت واكل من الفرخه اللي كانوا بيشوها يا ابن التفصه. وبعد كده بقى بيقول لبيتي انجزي يا بت مش هتاكلي؟ لو مش هتاكلي انا هاكل الاكل ده كله لوحدي. فالبت فعلا بتخلص عليهم بسهوله وبتروح تلحق لها ورك وبتاكله. والواد واللي هو ما بالراحه شويه يا بنتل. والواد بيقول لها قال قولي لي هو انت تعرفي حاجه عن مستويات القوه؟ فبتقول له انت هتهزر والانمي قرب يخلص؟ انت عبيط يالا انت لسه جاي تسالني دلوقتي على مستويات القوه؟ فبيقول لها انا فاكر ان عندنا غير عندكم. فبتقول له لا يا حبيبي ده هو ده وده هو ده فاهم حاجه؟ طب كويس. وبعد كده بقى الواد بيكلمها بخنزره وبيقول لها انت عارفه يا بيتي طول عمري وانا بقول انك نبيهه يا بت، بس مع ذلك برضه انت لسه مش تلمستي بشكل رسمي. فالبت بتكلمه وهي متوتره واللي هو اعمل ايه علشان اكون تلميذه بشكل رسمي. فبيقول لها بصي يعني مثلا كده كل يوم تصطادي 3 وحوش عتيقه وتجيبيهم ليا. فبتقول له نعم يالا انت شايفني مين؟ انت يالا انا مش جوجو ساتورو عندي حاجز لا نهائي بيحميني، ولا يا ماجي لايت بكتب اسم اي مجرم وبموته. فبيقول لها لا انت اجدع من كل دول كداب يالا بطل كدب بقى. وبعد كده بقى البت بتوافق بعد ما بتعرف ان الواد ده مخه متربس. وفي مكان تاني البت هاو بيطلع عليها شويه مجرمين كده، بس البت يا صديقي بتحاول تبعد عن الشر وتغني له وبتعرفهم ان هي تلميذه
الامبراطورة لولي، ولكن برضه ما بيفرقش معاهم الكلام ده وبيهاجموها صديقي. ولونج ساعتها بقى كان قاعد وبيقول لبيتي يلا يا بت انزلي من دلوقتي، يلا اتحركي هاتيلي 3 وحوش قبل ما الليل يليل. والبت بتكون بتكمل اكلها وبتقول له انسى اني اقوم واسيب لك منابي في الفراخ، يلا مش كفايه انك اكلت 3/4؟ فبيقول لها ماشي. وبعد 3 ايام بالظبط بتكون البت هاو اجتمعت بيهم تاني يا صديقي، والشله كلها بقى كده متجمعه، والواد بيتبارد كالعاده يعني. وبعد كده بقى بيتفقد النقاط، بس للاسف مش كفايه، لا 13,000 نقطه بس، يعني ما يعملوش اي حاجه خالص يا صديقي. الدنيا غاليه زي ما انت شايف كده. والواد بقى بيقول لهم انا جعان، روحوا اصطادوا لنا كده شويه وحوش، خلينا نرم عظمنا يا جدعان، ما تبقوش ولاد كده بقى. وبيروحوا وبيتي بتقابل قدامهم الفرسه دي وبتروح عليها كده وبتلغيها، واللي هو بعد اذن الناس الحلو بيتحدن ولا بيتباس. ايه ده؟ فبتقول لها انا بنت زيك، انت شاربه حاجه؟ تعالي معايا وانا هوصلك لبر الامان ما تخافيش. فبتقول لها لا مفيش حاجه، كل اللي انا بس عايز اعمله هي فرخه بس. فبتقول لها بس كده وبتجيب لها فرخه، وبنت المفتريه بقى بتمسكها من دماغها. ولونج طبعا كان بيراقبهم في الخفاء كده، والبنتين بيستريحوا لبعض وقلبهم بيتفتح لبعض يا صديقي، وخلاص اتصالحوا زي السمن على العسل. والواد لونج بيكون بيراقبهم لسه، والبت بيتي بتقول للغزاله ده انت امك ده عيالك بقى، واتاريها هي اللي اتعاركت مع والدتها زمان يا صديقي. والواد لونج بقى بيوقع ما بينهم كده، والبنات بقى بيتدخلوا كده في قتال بعض، وده اللي انا كنت فاكره هيحصل يعني. والواد برضك يا صديقي بيكمل تسخين ما بينهم، ومحدش عارف فين يجيب منين ومنين يودي على فين، واللي هو انت مع مين يالها؟ فبيقول مع الاحلى طبعا يا ملك، هي دي فيها كلام يا جدعان. والبت الحلوه بقى بتحاول تحل الموضوع كده بصنعه لطافه، بس لونج بيولع الدنيا اكتر وبيقول لها البت دي مش سهله ولازم تقرريها وتعرفي منها كل حاجه دلوقتي. فبتقول له تمام يا باشا. وبعد كده بقى بتبدا تستجوبها، والبت من اول سؤال بقى بتعرفها بخطتها، وبتكون جايه علشان تخلص من لونج، وده لانهم عايزين منه حاجه اسمها الجسد الذهبي. لا بصراحه يا اختي محسساني مثلا ان عنده بتاع 50 جسد وهيديك واحد بكل سهوله كده، بس عادي يا صديقي فيها ايه يعني، بس اما انتوا شويه سنين عليكم حاجات تخبل عقول ملايين. وبيتي بقى بتستعد علشان تهاجمها يا صديقي، والتانيه بتحاول تبرر لها وبتقول لها يا بت انا عايزه جسد واحد بس، مش عايزه حاجه تانيه، انا مش بطلب المستحيل يعني، لا والله. وبعد كده بقى لونج بيقول لبيتي عاش عليكي. وبنتي اللي بتحاول تستخدم قوتها، كده قوتها، ولكن على مين؟ ده بيتي يا بنت الحزنانين. بتمنعها كده بكل سهوله وبتخوفها لدرجه يا صديقي لا مش معقوله. والبت الحلوه بقى بتقول لها انت ليه بتعملي كده؟ على العموم عجبتيني جدا، واكيد انت واخواتنا البنات اللي بيتفرجوا دلوقتي نفسهم يعرفوا ايه سر نضاره بشرتي دي، ايه انت مش عاوزه تعرفي؟ فبتقول لها لا عاوزه، وبتطلع لها بقى البتاعه دي وبتقول لها ده بقى اللي بيجيب من الاخر، بيتاخد في العضل زي اللبوس كده. فبتقول لها عيب يا حبيبتي ايه اللي انت بتقوليه ده، وهي اساسا بتكون خطفت البتاع من ايديها، وبتقول لها ده اللي هيجيب من الاخر. فبتقول لها بقول لك عيب عليك، ده هيحولك لفرسه مجنحه. فالبت بتفرح من البنات دماغكوا تعبانه بصراحه. بعد كده بقى بتاخدها اللونج، ورسميا كده البت بقت واحده منهم. ولونج بيقول لهم اتاخرتوا ليه يا جدعان كده؟ انا جعان قوي. جبتوا ايه بقى على كده؟ اوعي تكوني ما جبتيش حاجه. فبتقولوا لا جبنه ما تقلقش، ايدك كده بس يا باشا البلد. وبيدوله السمكه وفرخه ومش عارف انا ايه العشوائيه دي، بس طبعا الواد بيفرح جدا، واللي هو اي حاجه تتاكل لونج بيموت فيها صديقي. وبيتي بقى بتروح تاخد هاو على جنب وبتقول لها تعالي عايزاكي، وهاو طبعا ملهاش في الكلام ده، بس بيتي بتاخدها بالعافيه. والبت التانيه بتقعد جنب لونج وهو بيعمل الاكل، وبيقول لها الا قولي لي يا بنت ليه انت سمعت انك كنت عايزه تضربيني عيارين في دماغي ده صح؟ خلينا نحل اي مشاكل ما بينا، وسيبك من جيانج اللي مسخنانا على بعض دي، انضم لينا يا جيجي. فبتقول له حلو قوي انا معاك يا عم، بس سمعت انك عندك جسد ذهبي كده وبصراحه كنت عايزاه يا برنس. فبيقول لها يا بنت الناس العمر واحد والرب واحد والجسد برضه واحد، مفيش حاجه اسمها جسد ذهبي ولا فضي ولا يحزنون، اسمعي اللي بقولك عليه. فالبت بتقول له لا ايه يا عم قول كلام غير ده، انا عارفه ان الجسد ده جواك. فبيقول لها مين؟ الولا المشاكس اللي كل البنات بتحبه. فبتقعد تضحك وبتقول له بس يا عم. وبتيجي بيتي بقى وبتقول للبت كده كله تمام، وبتقول لها يلا بينا على الخطه اللي
وبعدها يا بنت حزلقوم، وبعد كده بقى بتروح للونج وبترش له كده شويه بودره على حته اللقمه دي، وبتقول له حطيت لك شويه توابل عليها يا برنس، كل كده كشطرشق يا اخويا. والواد بياكل منها، وجيجي بتكون مصدومه لان البت حطت له كميه كبيره. وبيني وبينك كده البت ما بتكونش عايزه تخلص عليه، لا بس مع الكميه اللي اخدها دي هيموت لا محاله يا صديقي. وبتكون البت بقى مستنيه موته، بس انت فاكر انه هيموت بالسهوله دي؟ ابدا يا صديقي. الواد بيقول لها دي احسن سمكه اكلتها في حياتي، دي حاجه كده زي العسل، تسلم ايدك. فبيتي طبعا بتكون فرحانه، وجيجي مش مصدقه، واللي هو ازاي ده يحصل؟ بس هو الاكسير ده بايظ ولا ايه؟ بس لا مش بايظ يا صديقي، لا الواد فعلا بيطلع شويه احمر من بقه وبيقع على الارض. وبيتي بتروح عليها كده علشان تستفهم اللي حصل، وبنت الاداره بقى بتكون مبسوطه وبتقول لها هو ايه اللي بيحصل ده؟ بس ما بتردش عليها. وبنت ليه بقى صديقي بتغدر بيها وبتخرمها كده من كل اتجاه، وهو مش موجوده علشان تلحقهم. وبيتي بتكون خلاص ماتت. وجيجي بقى بتحس كده بالانتصار، وبتاخد بعضها وبتروح تبلغ جيانج، وبتكون بنت الشمال هي اللي بعتتها لهنا. بس انت فاكر بقى ان لونجو وصاحبتنا خلاص كده ماتوا؟ لا صديقي، دول لسه عايشين. امال مين اللي هيكمل القصه؟ بس ما تبقاش غلبان على نياتك قوي كده. الواد اساسا كان عارف كل ده، وكل ديت اصلا كانت تمثيليه بس. والبت بقى بيتي بتقول له بس ايه رايك؟ عجبك تمثيلي يا باشا؟ فبيقول لها مش بطال يا بت، ماشي حالك الصراحه. فبتقول له خلصانه يا برنس. والواد بقى بيبعت حاجه كده تراقب جيجي علشان توصلهم لبنت ليج يانج دي. وبعد شويه بتدخل عليهم هاو وبتقول لهم ايه يا جدعان، فاتني حاجه ولا ايه؟ فالعيال بيقولوا لها لا مفيش، بس بنت ليه كانت بعتة بنت تاني علشان عايزه تخلص علينا. فهاو بتقول له طب ليه ما قتلتهاش يالا، هو انت عويل؟ فبيقول لها لا مش كده، بس انا مش بحب اعمل كده كتير، وقلت اسيبها تروح للبيت وتدلنا على مكانها. فبتقول له هي جيانج دي يا اسطى البت المنكوشه؟ فبيقول لها ايوه بالظبط هي دي. وبيطير بقى وبيقول لهم يلا تعالوا. وبيتي بتطير عليه كده وبتقول له ما بالراحه يا عم، اظبط حالك كده واستناني. وهو مش عارفه ايه اللي حطها مع مغبول زيه، وبتقول يعني لولي ما لقيتش غير المغفل ده وتطلب مني اخدمه؟ ده لا ينفع لا سيد ولا حتى سيده. البت طيرت جبهته خالص يا صديقي. وبعد كده بقى البت بتروح معاهم وبيطيروا لبعيد قوي. والواد بقى في خياله كان بيفكر في اللي المفروض يعمله كده. وبنت ليه جيجي بتكون خلاص ماشيه بالجسد الذهبي، وبتكون فاكره ان مفيش مخلوق على وجه البسيطه هيقدر عليها بعد ما تلبسه. وانا عارف انك شايفه مجرد طبق عادي جدا، والحقيقه انا زيك كده. وبعد كده بقى البت بتكون طايره، ولكن ساعتها بتاخد واحده في النص كده وبتقف وبتقول له انت مين يالا؟ انت ما تعرفش انا مين؟ وبتبص لتحتها وبيطلع الشيطان المتين ده، وبتخاف منه لانه قوي جدا ولكماته الناريه ما بتهزرش. وبتستجمع شجاعتها بقى وبتنزل عليه كده، بس لونج بيصدها وبيقف هو والبنات. وهو بقى بتقول له دي معاها الجسد الذهبي يا عم، احنا مش هنقدر عليها. وبيتي برضه بتقول نفس الكلام ده، واللي هو انجز يا اسطى، انا مش عارفه منين يجيب منين ولا فين يودي على فين. فبيقول لها مفيش غير واحده بس هي اللي هتحل الموضوع ده، ريد يا صديقي. وبيحط تمايم كده على شعرها، والشيطان في الوقت ده بقى بيطلع من وسط النار كده وبيهاجم جيجي بكل غضب. والبت خلاص بقى حست كده بالنهايه ومحدش كان عارف ايه اخرتها. وبوم، ريد بتديله واحده بتلزقه في الارض بتفعصه يا صديقي. وجيجي بقى بتكون فاكره ان هي اللي عملت كده، وبتقول انا عارفه اني جامده اساسا، مش محتاجه اتكلم عن نفسي كتير. بس يا ترى بقى ايه السر اللي ورا الموضوع ده؟ ويا ترى الواد لونج ده بيخطط ليه يا صديقي؟ يا ترى بيطوع البت دي علشان يوصل لايه بالظبط؟ عايز اقول لك بقى ان لسه في احداث كتير قوي، وعلشان يوصلك الاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناه وارزع بقى اللايك الجامد للفيديو. والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش بقى تاخد لك لفة كده في قنواتنا التانية، بننزل هناك ملخصات جامدة صديقي. وبس كده، سلام يا صديقي الملك.